اوعدك ان الفيديو ده هيغير حياتك، لان هعلمك ازاي تعمل فلوس من موبايلك فقط. وصدقني ولا محتاج لابتوب ولا محتاج خبره، كل اللي انت محتاجه انك تبدا. لان الفيديو ده مش مجرد شرح تطبيقات وخلاص، الفيديو ده كورس حرفيا هيعلمك من الصفر ازاي تمنتج فيديوهات من موبايل بس، وكمان تدخل مجال مطلوب في السوق حتى لو ما عندكش اي خلفيه. والله الكورس ده كان هينزل بفلوس، بس قررنا ننزله بشكل مجاني عشان يفيد اكبر عدد من الناس. ولو انت ما تعرفش احنا مين، فخليني اقول لك القصه من البدايه. القصه بدات من 3 سنين لما باشمهندس طاهر قرر يعين نور كفيديو اديتور في الشركه عنده. عايز اقول لك وقتها نور ما كانش احسن حاجه خالص في الايديتنج، بس ربنا رزقه بالاراده والعزيمه وانه فعلا عايز ينجح. وبعديها انا احمد انضميت كجرافيك ديزاينر. كنت موهوب بس عقليتي ما كانتش احسن حاجه خالص، كتفكير او كوميونيكيشن سكيلز عارفين مفيش، زيرو. وبفضل ربنا وتوجيه باشمهندس طاهر بدانا نطور تفكيرنا ومهاراتنا للاحسن، لحد ما قررنا انا ونور نبدا وكالتنا الخاصه. والحمد لله قدرنا نعمل دخل محترم جدا، وفعلا اثبتنا ان احنا نقدر ننجح. وساعتها باشمهندس طاهر قال ليه ما نساعدش كل الشباب في الوطن العربي. وبما ان باشمهندس طاهر كان عنده كذا بيزنس وكان عنده خبره كبيره في الاداره، قررنا نعمل حاجه نفيد بها كل الشباب العربي. ومن هنا بدانا ماني لاب يونيفرسيتي، جامعه اونلاين اسسناها عشان نساعد الشباب اللي عايزه تبدا من بيتها وتعمل فلوس اونلاين. وما شاء الله في 7 شهور بس وصلنا ل 70,000 مشترك على يوتيوب. ساعدنا اكتر من 300 طالب ان هم يبداوا وكمان يشتغلوا فعليا، وبنينا مجتمع مجاني فيه اكتر من 8000 عضو من الوطن العربي كله. ولاننا مؤمنين ان المونتاج من اقوى المجالات اللي مطلوبه دلوقتي، عملنا لك الكورس ده عشان تبدا بنفس الطريقه اللي انا بدات بيها وتتعلم من موبايلك بس. وبعد ما تخلص الكورس ده وعايز بقى تتعلم ازاي تجيب عميل، هتلاقي كورسات نور على التشانل، شوفها وصدقني هتعرف تجيب عميل بكل سهوله. وبعد ما تخلص الكورس ده، دي النتيجه اللي هتقدر توصل لها من موبايلك بس. لو سالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا سي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي سي او بتاع يوتيوب، انا برضو قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه، طبعا ده مبلغ مجنون. بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بس بيعمل فيديوهات. واحنا عملنا لك كتاب هياخدك من الصفر للاحتراف بشكل مجاني تماما، زي برضو ما هسيب لك كل الملحقات اللي استخدمتها في الفيديو ده، فهتلاقي كل اللينكات في الديسكريبشن. ركز في الفيديو ده للنهايه، وبدون ما اطول عليك يلا بينا نبدا في الفيديو. خلينا نبدا ان احنا نشرح واجهه البرنامج. اول ما بتفتح VN بيظهر لك بالشكل ده، واحنا هنستخدم VN عشان هو برنامج مجاني، وكمان على عكس البرامج التانية زي كاب كات اللي بقت كل حاجه فيه بفلوس. فعشان نبدا نعمل بروجكت جديد او مشروع جديد ان احنا نبدا نشتغل على فيديو، اول حاجه هتبدا تضغط على علامه الزائد اللي تحت دي، بعدين على نيو بروجكت، فهيبدا يفتح لك الملفات اللي على الجهاز عشان تقدر تختار الفيديو اللي انت هتشتغل عليه. فيستحسن طبعا انك تبدا بالفيديو الاساسي اللي انت هتعمل له مونتاج، وده بيبقى اسمه الاي رول اللي هو الفيديو الاساسي اللي احنا بنشتغل عليه. ومن السهمين اللي تحت دول تقدر تشوف الفيديو قبل ما تختاره. لو سالتك مين بيكسب اكتر، ولو عايز تحدده بقى بتضغط عليه ضغطه كده، بعدين بتضغط على السهم الازرق اللي تحت ده، وبتحس كده ان البرنامج فتح. وما تتخضش خالص من الشكل، صدقني الموضوع بسيط جدا جدا، البرنامج بسيط لدرجه غير طبيعيه. اول حاجه لازم تظبطها وهي مقاس الفيديو. فلو ضغطت على المربع اللي في النص اللي فوق ده اللي هو جنبه كلمة اوريجينال، فهيفتح لك المقاسات اللي في البرنامج، زي مقاس التيك توك، مقاس الانستجرام، مقاس اليوتيوب. ففي كذا مقاس تقدر تستخدمه، بس انا في حالتي هختار المقاس اللي هو بتاع التيك توك لان الفيديو ده بالشكل الطولي. لكن انت مثلا لو عندك فيديو اليوتيوب ممكن تستخدم المقاس اللي هو بالعرض. فيعني البرنامج تقريبا موفر لك كل المقاسات اللي انت ممكن تحتاجها. وعلى فكرة ممكن تغير المقاس في اي وقت بعد ما نشتغل ونضيف حاجات، ولكن ظبطه من البداية عشان صدقني هيفرق جدا. الحاجة اللي بعد كده بقى وهي العلامة دي، ودي مسؤولة عن حفظ البروجكت، عشان لو قفلت البرنامج تقدر ترجع للبروجكت ده وتكمل فيه شغل. اما بقى العلامة الزرقاء اللي جنبها دي، ودي مسؤولة عن التصدير بتاع الفيديو، ان انت تحفظ البروجكت كله كفيديو، فبنسميها الاكسبورت او تصدير الفيديو، ودي هشرحها لك بعدين. بعد كده عندنا الجزء اللي هو البريفيو، وده اللي بتقدر تشوف فيه الفيديو او اي حاجه بتضيفها. وكمان هتلاقي سهمين كده عكس بعض، لو ضغطت عليهم هيفتح لك الفيديو بملء الشاشه، فهيبقى عندك رؤيه احسن لو عايز تشوف حاجه معينه، وتقدر ترجع تاني من تحت هنا. بعد كده عندنا وقت الفيديو اللي هو على الشمال تحت ده، وده منقسم لحاجتين: الوقت اللي انت واقف فيه بالتايم لاين او الماركر، ووقت الفيديو كله. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ الوقت اللي انت واقف فيه بالماركر اللي هو انت بتتحرك في الفيديو، يعني لو سحبت كده بصبعك لليمين او الشمال تقدر تتنقل في الفيديو بكل سلاسة. والماركر هو الخط الابيض ده بيعرفك انت واقف في الثانية كام بالظبط. فكل ما بتمشي كده يمين او شمال هتلاقي ان الجزء اللي على الشمال في الوقت بيختلف، عشان طبعا هو بيعرفك انت واقف في الثانية كام او الدقيقة كام بالظبط. فدلوقتي مثلا هتلاقي ان احنا واقفين على الثانية 20، اما بقى الجزء التاني اللي في الوقت وده وقت الفيديو كله، وهتلاقي ان وقت الفيديو كله دقيقة و11 ثانية. بعد كده بقى عندنا علامة تشغيل الفيديو واللي هي في النص دي،
تقدر تشغل منها الفيديو او توقفه. لو سألتك مين بيكسب؟ وهتلاقي في علامة جنبها على اليمين وعلى الشمال، ودي فائدتها ان انت ممكن تتنقل في الفيديو، ان انت تروح لاخر الفيديو او في اول الفيديو، فدي زي شورت كات كده او اختصار سريع. بعد كده بقى على اليمين هتلاقي علامة الاندو والريدو. طيب هما فايدتهم ايه بقى؟ الاندو ان هي بترجعك خطوة لورا، يعني انت مثلا لو مسحت حاجة بالغلط او عملت خطوة وعايز ترجع خطوة لورا فبتختار الاندو. اما الريدو وهي انك بتتقدم خطوة لقدام، وما تقلقش هتفهم اكتر مع الشرح. بعد كده بقى الجزء اللي تحت ده وهو التايم لاين، ده اللي بنحط فيه كل الحاجات زي الفيديو، زي الصور اللي فوق الفيديو، زي التكست، زي الموسيقى او الصوت. هنبدأ أول حاجة بالفيديو الأساسي اللي هو الاي رول، وتقدر تتنقل في الفيديو زي ما قلت لك إن أنت بتحرك كده بصبعك على الشاشة يمين أو شمال. هتلاقي بقى جنب الفيديو في علامة فيلم كده صغيرة وعليها علامة زائد، دي لو ضغطت عليها هيفتح لك الملفات اللي عندك على الجهاز. دي فايدتها بكل بساطة إن أنت ممكن تضيف فيديوهات أكتر جنب الفيديو الأساسي اللي أنت ضفته. يعني مثلا لو حددت الفيديو ده وضغطت على السهم الأزرق فهتلاقيه ضاف لك الفيديو هنا جنب الفيديو اللي احنا ضفناه في الأول. أما العلامة التانية وهي علامة الصوت، لو ضغطت عليها كده هيعمل لك ميوت للصوت كله، فهيقفل الصوت بتاع الفيديوهات كلها عشان لو حابب تضيف صوت من عندك انت. وهتلاقي ان الصوت بيبقى عبارة عن موجات، ولو عايز تشوفه بشكل احسن هتحط صبعين الابهام وهتسحب برضو كده بحيث تكبر او توضح الفيديو اكتر، فهتلاقي برضو ان هو بيوضح لك الشريط بتاع الصوت. زي ما قلت لك الصوت بيبقى عبارة عن موجات، ده بيساعدنا انه يعرفنا الاماكن اللي الشخص بيتكلم فيها والاماكن اللي فيها سكوت، عشان نقط او نعمل قطع للمشاهد اللي فيها سكوت دي ونحذفها. فهتلاقي ان الموجات العالية دي بتبقى الشخص بيتكلم، اما الحاجات اللي بمستوى واحد ومفيهاش موجات كده فدي اللي فيها سكوت، فاحنا بنحذف طبعا الاماكن اللي زي دي. وما تقلقش هعرفك تعمل حاجة زي كده ازاي. فخلينا نرجع كذا خطوة لورا عشان نمسح الحاجات اللي احنا عملناها. فهنضغط على الاندو والريدو، لو ضغطت عليها هتلاقي ان هو بيقدم لك خطوه لقدام ان هو بيرجع لك الفيديوهات تاني، بس احنا هنرجع خطوه لورا بحيث نمسح الفيديو. التراك بقى اللي فوق واللي هو علامه صوره كده وعليها علامه زائد، وده لو ضغطت عليه هيقول لك تختار فوتوز او ستيكر. في حالتنا مثلا احنا هنختار فوتوز، فممكن تضيف فيديو او صوره. مثلا انا هختار الفيديو ده، فهتلاقيه بقى المره دي ضاف لك الفيديو فوق الفيديو الاساسي مش جنبه، ودي اللي بنسميها البي رول. البي رول بتبقى حاجات فوق الفيديو الاصلي سواء صور او فيديوهات، لكن الاي رول هو الفيديو الاساسي. بس هتلاقي ان الفيديو صغير كده، فازاي ممكن اكبر الفيديو ده او اصغره؟ بكل بساطه هتحط صبعين الابهام كده على الفيديو وهتسحبهم لبره او لجوه، فهيبدا يصغر او يكبر الفيديو، فممكن تظبطه على قد المشهد بالظبط. طيب هتلاحظ دلوقتي ان الفيديو غطى على الفيديو الاساسي، يعني البي رول غطت على الفيديو اللي هو الاي رول. لازم تفهم ان كل برامج المونتاج بتشتغل بحاجه اسمها اللايرز، ان كل حاجه بتبقى طبقات فوق بعض، فالطبقه اللي فوق بتغطي على الطبقه اللي تحتها، فكل ما حطيت طبقات فوق بعض فبتغطي على الطبقه اللي تحتها. يعني وليكن مثلا احنا عايزين نضيف كمان بي رول، فهنضغط برضو على العلامه بتاعت الصوره اللي عليها علامه زائد دي وهنختار فوتوز، وليكن مثلا هضيف صوره مستر بيست دي، فهتلاقي ان هي انضافت بالشكل ده. ولو ضغطت ضغطه مطوله كده تقدر تجيبها في اي مكان، اما لو حطيت صباعين الابهام وسحبت كده لبره فهتقدر تكبر الصوره. وهتلاحظ ان في 3 طبقات فوق بعض، الفيديو الاساسي، بعدين البي رول، يعني خلينا نصغرها شويه كده عشان توضح اكتر، واخر طبقه فوق وهي صوره مستر بيست. فهي دي فكره الطبقات او اللايرز، ودي زي ما قلت لك الفكره اللي بيشتغل بيها كل برامج الايديتنج او الجرافيكس، كل حاجه بتبقى طبقات فوق بعض. فزي ما قلت لك بقى الاداه دي ممكن تضيف فيها اكتر من حاجه فوق بعض، مش شرط حاجه واحده بس. خلينا نرجع كده كذا خطوه لورا عشان نمسح الحاجات اللي احنا عملناها. الحاجه اللي فوقيها بقى هتلاقي وهي علامه التكست، ان انت بكل بساطه ممكن تضيف كلام. فلو ضغطت عليها كده واخترت تايتل هتلاقي في اشكال كتيره جدا من التكست تقدر تختارها وتعدلها. وليكن مثلا انا هختار التكست العادي خالص، فهتلاقيه فتح لك الكيبورد وتقدر تغيره زي ما انت عايز. وليكن مثلا انا هكتب ماني لاب بالشكل ده، وبرضه بتقدر تكبره او تصغره بان انت بتحط صباعين الابهام وبتسحبهم لبره او لجوه، فبتقدر تكبره او تصغره. ونفس الكلام برضه ممكن تضيف كذا تكست فوق بعضه. يعني لو ضغطت على علامه التكست تاني واخترت تايتل، خلينا مثلا نختار شكل مختلف وليكن مثلا الشكل ده، واضغط عليه ضغطه كده ومثلا هكتب ماني لاب واخليها مثلا رقم 2 بالشكل ده. فبص كده هتلاقي ان الاتنين تكست ظهروا فوق بعض، بس هتلاقي ان هما بينتهوا هنا. يعني لو اتحركت كده في التايم لاين فهتلاقي ان هما بيختفوا من اول هنا لان هما بينتهوا هنا. فلو ضغطت على واحدة منهم كده وسحبتها كده فهتخليها تطول اكتر، ولو عايز تقصرها فبتسحبها كده فبتصغر الوقت بتاعها، يعني طول الشريط ده وهي المدة بتاعتها. فلو عايزها تختفي بسرعة ممكن تقصر الشريط ده، ولو عايزها تطول فبتطول الشريط ده.
وهنشرح اكتر فكرة الكت دي بالتفصيل، ما تقلقش. خلينا بقى نرجع كده للخطوات اللي احنا عملناها ونمسح التكست ده خالص عشان نشرح اخر اداة في التايم لاين وهي الصوت. فلو ضغطت عليها كده هتلاقي فيه 3 خيارات، ان انت تضيف موسيقى او ساوند افكت او ريكورد ان انت تسجل. ففي حالتي مثلا انا هختار الساوند افكتس لان طبعا الموسيقى حرام. فهتلاقي الواجهة دي انت ممكن تجيب حاجات من على الجهاز عندك، وكمان VN بيقدم لك حاجات مجانية تماما فممكن برضو تستخدمها. وليكن مثلا انا هدخل على دي، فهتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا. فعشان تستخدمها بتضغط على يوز، فبتلاقي ان هو ضافها هنا. لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا CEO بتاع يوتيوب؟ وتقدر تضيف اكتر من حاجة. لو ضغطت على علامة الصوت دي تاني ودخلت تاني على ساوند افكت واختار اي حاجة من دي، وهنضيف مثلا حاجة جديدة وهنضغط على يوز، فهتلاقي ان هو ضافها فوق الساوند افكت التانية. ولو عايزها مثلا تبدأ قدام شوية، فبتحدد الحاجة اللي انت عايزها وبتسحبها كده بكل سهولة في المكان اللي انت عايزه وتبدأ منه. هكذا دي برضو بتضغط عليها كده وبتضغط ضغطة مطولة وبتحركها في المكان اللي انت محتاجه. ودي شرح الواجهة بكل بساطة. طيب خليني بقى اشرح لك كل الادوات بالتفصيل. انت بتلاقي شريط الادوات تحت هنا، وما تقلقش صدقني الادوات بسيطه جدا ومش معقده خالص. اول اداه عندنا وهي الفلتر، ودي هشرحها لك بالتفصيل بس كمان شويه. الاداه اللي بعدها وهي اداه التريم، والاداه دي بكل بساطه انك بتحدد جزء معين في الفيديو هو اللي انت عايزه بس، والباقي بيتعمل له كات. يعني مثلا لو انا حددت الجزء اللي في الاول ده بس، فكده انا عملت كات لباقي الفيديو، اخترت بس الجزء اللي انا حددته. فدي فايدتها انك لو عايز بس تحدد جزء معين في الفيديو اللي انت هتشتغل عليه ومش محتاج الباقي. فلو عايز تطبق الحاجات اللي انت عملتها بتضغط على علامة الصح، ولو عايز تشوف الحتة اللي انت حددتها بتضغط على علامة تشغيل الفيديو. انا برضو قلت كده بس الكلام ده طلع غلط جدا. ولو عايز تلغي التعديل بتضغط على علامة الغلط دي. الأداة اللي بعدها وهي أداة الإفكت، لو ضغطت عليها كده بتلاقي فيه إفكتس كتيرة جدا جاهزة في البرنامج تقدر تستخدمها بكل بساطة. يعني مثلا لو اخترت الإفكت ده، لو سألتك مين بيكسب، فهتلاقي ان هو اتطبق على الفيديو. لو اخترت مثلا الإفكت ده، لو سألتك مين بيكسب، ده لو سألتك مين بيكسب، وده، لو سألتك مين بيكسب، ففي إفكتات كتيرة جدا ممكن تستخدمها. لو سألتك، ومن هنا بقى بتقدر تتحكم في وقت الإفكت، وهي المدة اللي انت عايز الإفكت ده يأثر فيها على الفيديو. يعني مثلا لو اخترنا إفكت زي ده، لو سألتك مين بيكسب اكتر، بيعمل كده إفكت فليكر باللون الأسود. فانت بقى من هنا بتقدر تحدد الجزء اللي انت عايز الإفكت يظهر فيه. لو عايزه مثلا على طول الفيديو تمام، لو انت عايز بس جزء معين في الاول بس يتطبق عليه الإفكت فبتعمل كت للجزء الأصفر ده. وزي ما قلت لك في إفكتات كتيرة جدا تقدر تستخدمها. ومن تحت بقى هنا لو عايز تطبق الإفكت هتضغط على علامة الصح، اما اللي جنبها اللي هما الاتنين صح فوق بعض دول، دي لو ضغطت عليها هيطبق لك الإفكت ده على كل الفيديوهات اللي عندك على التايم لاين. يعني انت لو حاطط اكتر من فيديو هيطبق لك الإفكت ده عليهم كلهم. ولو عايز تشوف الإفكت بتضغط على علامة تشغيل الفيديو دي. مين بيكسب اكتر، ولو عايز تلغي الإفكت خالص بتضغط على علامة الإكس. وهكذا في أي إفكت كلهم نفس الفكرة. يعني مثلا خلينا نضيف إفكت التلج ده، مستر بيست ولا CEO بتاع يوتيوب؟ وهنضغط على علامة الصح. فبص كده هتلاقي ان هو اتطبق على الجزء اللي احنا حددناه فقط وبينتهي هنا. طيب مثلا انا طبقته دلوقتي وعايز الغيه، هلغيه ازاي بقى؟ هدخل على افكتس تاني، وعشان الغيه بقى هروح في الاول خالص واختار نون اللي هو من غير اي حاجه خالص، من غير اي افكتات. بعدين بتضغط على علامه الصح تاني، فكده هتلاقي ان هو اتلغى بكل بساطه. الاداه اللي بعدها بقى وهي السبليت، وهي أداة تقطيع الفيديو، ودي هشرحها لك أكتر بالتفصيل لأننا هنستخدمها إن إحنا نشيل السكوت في الفيديو كله. ولكن خلينا أشرح لك بطريقة سريعة كده هي بتعمل إيه. مثلا هتلاقي إن في سكوت في أول فيديو بالشكل ده، لو سألتك مين بيكسب، فأنا محتاج أشيل السكوت ده. فهعمل كده زوم إن في الفيديو، هحط صباعين الإبهام وهعمل زوم إن كده عشان أبين السكوت ده أكتر. هروح على آخر السكوت ده هنا وهضغط على علامة السبليت اللي هي المقص دي، فهتلاقي إن هو عمل لك قط أو قسم لك الفيديو. فكده أنت عندك جزء السكوت لوحده وباقي الفيديو لوحده. عشان بقى نمسح الجزء ده، ودي الحاجة اللي هعرفها لك بقى ازاي تمسح اي حاجة، فعندك طريقتين. بتلاقي في شريط الادوات علامة السلة وتحتيها كلمة ديليت، فممكن تختارها فهتلاقي الفيديو اتمسح. خلينا نرجع خطوة لورا. الطريقة التانية بقى انك بتضغط ضغط على الفيديو وبتضغط ديليت. فدي طريقتين ممكن تستخدمهم، وهي دي فايدة السبليت. وزي ما قلت لك هشرحها لك اكتر لما نيجي نطبق على الفيديو. الاداة اللي بعدها وهي السبيد، وهي سرعة الفيديو. لو ضغطت عليها كده هتلاقي فيه كيرفس وفيه ريجولار. طيب ايه الفرق؟ الكيرفز بكل بساطة انك بتختار نقط معينة في الفيديو تخليها سريعة او بطيئة. يعني مثلا لو اخترنا كاستم تقدر تتحكم في نقط معينة في الفيديو، ولما النقطة بتكون فوق فبتبقى سريعة، ولما بتبقى تحت بتبقى بطيئة.
يعني كده سريعة وكده بطيئة. ولو ضغطت على العلامة دي فهيرجع لك كل حاجة من تاني. فمثلا أنا عايز أول الفيديو يكون سريع بعدين يكون بطيء، فهتلاقي ده اللي هيحصل. بس الكلام ده طلع غلط جدا. احنا اسفين طبعا يا نور على اللي بيحصل ده، بس عشان نوضح للناس. فدي الفكرة من الكيرفز، ان انت بتحدد نقاط معينة في الفيديو وبتخليها سريعة او بطيئة، ولو ضغطت على العلامة دي فهنرجع كل حاجة من تاني. اما بقى الخيار التاني وهو الريجولر، وده بيسرع او يبطئ الفيديو في الفيديو كله مرة واحدة، مش نقط معينة زي الكيرفز. لو سالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست فلو عايز تبطئ الفيديو هتجيبه ناحية الشمال، ولو عايز تسرعه هتجيبه ناحية اليمين. ليه مهم السيو بتاع يوتيوب؟ مهم السيو بتاع يوتيوب بيكس، مهم السيو. ولو عايز تطبق الافكت بتضغط على علامة الصح، ولو ضغطت ابلاي تو اول هيطبق لك الافكت ده على كل الفيديوهات اللي عندك، ولو ضغطت على علامة الاكس فهيلغي الافكت. وهي دي فكرة السبيد. الحاجة اللي بعدها بقى وهي الفوليوم، وهو بكل بساطة صوت الفيديو. فلو ضغطت عليها كده تقدر توطي صوت الفيديو او تعليه. كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. فلو وطيناه كده هتلاقي ان مفيش صوت خالص، ولو عليته للاخر فهتلاقي ان صوت الفيديو بقى عالي جدا. بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي فمن الاخر انت بتتحكم في علو صوت الفيديو. ونفس الكلام لو ضغطت على علامة الصح هيتطبق الافكت، ولو ضغطت على الاتنين صح اللي هو ابلاي تو اول هيتطبق الافكت ده على كل الفيديوهات اللي عندك، ولو ضغطت على الاكس هيلغي الافكت. الحاجة اللي بعدها بقى وهي الفيد. الفيد دي بكل بساطة انك تخلي صوت الفيديو يبدأ بشكل منخفض بعدين يعلى. هتلاقي فيه اتنين، فيد ان وفيد اوت. الفيد ان انت تخلي الصوت يبدأ بشكل منخفض بعدين يعلى تدريجي، والفيد اوت ان في اخر الفيديو الصوت يختفي بشكل تدريجي. فلو زودنا الفيد ان بص ايه اللي هيحصل. هتلاقي ان الفيديو الصوت بيطلع تدريجي. ولو زودنا الفيد اوت، ودي حاجه الشركات الكبيره ما عندهاش مشكله تدفع الاف الدولارات لو انت هتعرف تعمل حاجه زي كده. فهتلاقي ان الصوت بيختفي تدريجي. ولو عايز تطبق الافكت هتضغط على علامة الصح، اما لو عايز تطبقه على كل الفيديوهات اللي عندك فهتضغط على ابلاي تو اول، ولما بتحتاج تشوف الافكت بتضغط على علامة تشغيل الفيديو، ولو عايز تلغي الافكت هتضغط على علامة الاكس. الاداة اللي بعدها بقى وهي الكروب، وهي بكل بساطة انك تقص الفيديو، بس مش السبليت بقى، لا انت بتقص مقاس الفيديو نفسه. فلو ضغطت عليها كده بص تقدر تقص الفيديو بالشكل ده، تقص مقاس الفيديو نفسه، او تقدر تختار المقاس بتاعه من هنا. هتلاقي فيه مقاسات جاهزة، ودي اللي شرحناها في واجهة البرنامج. فلو انت مثلا عايز ان الفيديو يبقى بالشكل ده، وتقدر برضو لو حطيت صبعين الابهام تقدر تعمل زوم ان او زوم اوت وتختار الجزء اللي انت عايزه. ولو عايز تطبق الافكت بتضغط على علامة الصح، ولو عايزين نرجع خطوة لورا هنضغط على علامة الاندو فهيرجع لنا الفيديو زي الاول. فهي دي فكرة الكروب بكل بساطة. الأداة اللي بعدها بقى وهي الروتيشن، وهي تدوير الفيديو. لو عندك الفيديو مثلا لقيته مقلوب كده اول ما بتدخله البرنامج فيفضل يضغط على الروتيشن دي لحد ما يظبط معاك. اما بقى الأداة اللي جنبها وهي الميرور، ان ساعات ناس بتصور الفيديو وبيطلع معكوس، فلما بتضغط على الميرور فهو بيعكس لك الفيديو زي المراية كده بالظبط. والأداة اللي جنبها وهي الفليب، وهو انه بيقلب الفيديو من فوق لتحت او من تحت لفوق. فكل الادوات دي بتساعدك ان انت تظبط الفيديو لو لقيته معكوس او مقلوب. اما بقى الاداه اللي بعدها وهي الفيت، وهي بكل بساطه لو الفيديو عندك في اي مكان في البريفيو وعايزه يبقى في السنتر بالظبط يبقى مظبوط، فبتضغط على الفيت، فبص هتلاقي ان الفيديو بقى في السنتر بالظبط مظبوط على البريفيو. الاداه اللي بعدها بقى وهي البي جي، لو ضغطت عليها كده دي خلفيه الفيديو. يعني ايه؟ يعني مثلا لو اخترت اللون الابيض وصغرت الفيديو كده فهتلاقي ان الخلفيه بقت بيضه. وطبعا بقدر اصغر الفيديو او اكبره زي ما شرحت لكم، بحط صباعين الابهام فبسحبهم كده لبره او لجوه، فبتقدر تكبر او تصغر الفيديو. فزي ما قلنا الاداه دي وهي الباك جراوند كولر للفيديو. في عندك ممكن تختار الوان ساده اي لون سوليد كده، او ممكن تختار جريديانت يعني بيبقى فيه كده فيد من الالوان. ففي اشكال كتيره جدا ممكن تختارها. والاختيار الثالث ان انت ممكن تختار صوره معينه. لو عايز تضيف مثلا صوره كده وليكن مثلا الصوره دي، فهتلاقي ان هي بقت بالشكل ده. فهي دي فكرة الأداة دي. الأداة اللي بعدها بقى وهي البوردر، ودي بقى بيعمل لك ستروك للفيديو. يعني لو صغرت الفيديو كده عشان يوضح، لو اخترت مثلا اللون الأبيض وزودت النسبة دي فبص هتلاقيه بيعمل لك حواف للفيديو بأي لون انت تختاره. فبرضه تقدر تختار أي لون بالشكل ده. ولو ضغطت على الصح هيطبق لك الإفكت، ولو ضغطت أبلاي تو أول هيطبق لك على أي فيديو عندك. فإحنا في حالتنا هنضغط على علامة الغلط عشان مش محتاجينه. الأداة اللي بعدها بقى وهي البلور، لو ضغطت عليها كده ودي بكل بساطة بيضيف لك تشويش كده أو بلور، فهتلاقي كذا حاجة عندك كده، ومن هنا بتقدر تزود النسبة بتاعته، فبرضه بنحتاجه كتير. الأداة اللي بعدها بقى وهي الأوباستي، وهي شفافية الفيديو.
فلو ضغطت عليها كده تقدر تنقص او تزود شفافية الفيديو او تباين الفيديو، وهتلاقي ان احنا لما بننقص الشفافية او الاوباستي الفيديو بيبقى اسود كده. طب ليه؟ لان اصلا الخلفية سودة، او من الاخر مفيش اصلا حاجة تحت الفيديو. لكن مثلا لو رحنا على اضافة الصور دي واخترنا فوتوز وضفنا مثلا صورة مستر بيست وكبرناها كده، وجيت بقى تقلل الاوباستي، فبص هتبقى عامله ازاي؟ مش هتبقى اسود ولا حاجه، لان دلوقتي الخلفيه ذات نفسها الفيديو، فهي من الاخر شفافيه الصوره او التباين بتاع الصوره. فخلينا نمسح صوره مستر بيست ونروح على الاداه اللي بعدها. الاداه اللي بعدها وهي الزوم. طيب دي ايه فكرتها؟ دي فكرتها هي شويه افكتات زوم كده ممكن تضيفها على الفيديو بتاعك. يعني خلينا في الاول بس نختار جزء معين في الفيديو كده. في الاول مثلا هنعمل زوم اوت كده ونروح في اول الفيديو، نختار مثلا الجزء ده كده ونعمل له كت، بس الجزء ده نطبق عليه الإفكت بتاع الزوم. خلينا نسحب شريط الأدوات كده ونروح على أداة الزوم ونختار مثلا الزوم أوت. لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ فبص ايه اللي بيحصل، بتلاقي ان الفيديو كده بيعمل زوم اوت بشكل سلس وجميل. خلينا مثلا نجرب الزوم ان. لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ فطبعا الإفكت ده من اكتر الحاجات اللي هنستخدمها، وكمان ممكن تضيفه لصورة. لو انت مثلا ضايف صورة عادية فبتضيف لها إفكت الزوم بحيث تدي روح كده للصورة ما تخليهاش ثابتة يعني. وفي طبعا ان انت تعمل زوم ان لليمين لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا او للشمال لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ او من تحت او لفوق. لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ وطبعا بنستخدم افكت الزوم كتير جدا. الاداه اللي بعدها بقى وهي الاستراكت اوديو. طيب هي دي ايه فايدتها بقى؟ دي فايدتها انك بتفصل الصوت بتاع الفيديو. يعني انت مثلا لو واقف على الجزء ده وضغطت كده عليها، فبص ايه اللي حصل، هتلاقيه فصل لك صوت الفيديو في التراك بتاع الصوت لوحده وشال الصوت من الفيديو الاصلي. فدي برضو بنحتاجها كتير، بس اهم حاجه تكون محدد الفيديو او الجزء اللي انت عايز تشيل منه الصوت او تفصله. يعني لو وقفنا على الجزء ده وضغطت على اكستراكت اوديو فهتلاقي ان هو فصله بكل بساطه. طيب الاداه اللي بعدها وهي اوتو كابشنز. الاوتو كابشنز وهو انه بيكتب لك الكلام اللي الشخص بيقوله، بيكتبه لك كتكست كده. بس المشكله في الاوتو كابشنز انه مدفوع للاسف، فلازم تشترك في النسخه البرو عشان يتفتح لك الخيار ده. احنا طبعا مش هنستخدمه. الحاجه اللي بعدها بقى وهي الموزيك. لو ضغطت عليها كده هي زي تشويش كده، في منها كذا شكل ممكن تختاره، وعامل لك حاجه اسمها ماسك، والماسك ده فيه كذا شكل منه، المربع والدايره والشكل البيضاوي ده والمثلث. ممكن تختار اي شكل وبتحدد بقى الجزء اللي انت عايزه يبقى عليه تشويش كده. يعني انت مثلا لو مش عايز تبين حته معينه في الفيديو، ومن هنا بقى بتقدر تتحكم في حجم الافكت ده ان هو يكون قوي او ضعيف، وزي ما قلت لك في كذا شكل منه. الاداه اللي بعدها بقى وهي الماجنافاير، وهي بكل بساطه كانها عدسه كده ومعمول لها ماسك برضه، والماسك فيه منه كذا شكل، الدايره والمربع والشكل المربع اللي هو ليه حواف دائريه ده، والشكل القطه ده وشكل الكلب ده. واحنا بنعد اسفنا يا استاذ نور على اللي بيحصل ده بس عشان الشرح. فساعات برضه بنستخدمها كانها عدسه كده، وبالذات الدايره دي ان احنا نحدد جزء معين ونخليه كده افكت كانه عدسه جايه على الجزء ده. وبالذات مثلا لو في صوره كتاب او حاجه وحابين نبين الكلام اللي على الكتاب ده، فطبعا بنستخدم الافكت ده كتير يعني. ومن هنا بتقدر تتحكم في شدة الزوم اللي في الماسك ده، ومن هنا لو عايز تضيف له ستروك او حواف وبتقدر تختار اللون اللي انت عايزه. فزي ما قلت لك هي من الاخر كانها افكت عدسة. الاداة اللي بعدها بقى وهي الريفيرس، وهي بكل بساطة عكس الفيديو، يعني بيعكس لك الفيديو حرفيا. فيعني ساعات بنستخدمها مش دايما. الاداة اللي بعدها بقى وهي الفريز، ودي مهمة جدا، وهي انك تقف على جزء معين. مثلا انا هقف على الجزء ده كده بالماركر الابيض ده، والفريز بقى ان هو هيخلي لك الجزء اللي انت واقف عنده ده كأنه صورة. فلو ضغطت عليها كده بص ايه اللي هيحصل، فعمل لك قط وحول لك الجزء ده كصورة. ولو ضغطت عليها كده ممكن تسحبها بحيث ان هي تطول اكتر، فبص بقت صورة في التايم لاين. فدي برضو بنستخدمها في حاجات معينة. واخر اداة عندنا وهي البيب تراك، ودي بتحول لك الاي رول او الفيديو الاساسي لبي رول او الفيديو اللي هو بيبقى فوق ده. فلو ضغطت عليها كده فبص هتلاقي ان هي رفعت لك الفيديو في التراك اللي هو اللي فوق، والفيديو اللي هو المفروض الاي رول بقى فاضي. فممكن لو ضغطت على العلامة دي ممكن تضيف اي فيديو. يعني مثلا لو ضفنا الفيديو ده فهتلاقي ان هو بقى في التراك الاساسي، اما الفيديو التاني فبقى في التراك اللي فوق. فهي دي بكل بساطة فكرة الأداة دي. ممكن برضو حتى الفيديو اللي احنا ضفناه في التراك الأساسي لو ضغطت برضو على نفس الأداة تاني فهتلاقي ان هو رفعه لك في التراك اللي فوق اللي هو البي رول، وحطه لك فوق الفيديو التاني. خلينا بقى نرجع كذا خطوة لورا.
طيب في كذا أداة بقى كده صغيرين حابب أشرحهم لك، بس هما مش في الشريط اللي تحت ده، هما بيظهروا لما بتحدد جزء معين أو فيديو معين. يعني مثلا لو ضغطت على الجزء ده فهو بقى الشريط الأصفر ده. أول أداة وهي الريبليس، والريبليس إن أنت بتستبدل الجزء ده بفيديو تاني أو بصورة تانية. فلو ضغطت عليها كده هتلاقي إن هو بيحولك على الملفات اللي عندك على الجهاز، تقدر تستبدل الفيديو ده بأي صورة أو أي فيديو تاني. أما الأداة اللي جنبها وهي الكي فريم، ودي بقى ركز معايا فيها جدا لأنها من أهم الحاجات اللي أنت لازم تتعلمها. الكي فريم كأنه أمر بتديه للبرنامج أو للفيديو بالأخص إن هو يبقى في مكان معين. طيب يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني مثلا لو ضغطت عليها كده هتلاقيه حط لك نقطة على الفيديو وهي دي الكي فريم. فانا بقول له مثلا انا في الوقت ده في الفيديو بالظبط عايز الفيديو يبقى بنفس المقاس ده وبنفس الشكل، وهمشي شوية كده في الفيديو في الوقت ده وهحط كمان كي فريم واكبر بقى الفيديو. فبص ايه اللي هيحصل، هتلاقي ان في اول كي فريم الفيديو صغير او بالامر اللي انا اديتهوله ان انا عايز الفيديو يبقى صغير في الوقت ده، ولو شغلت الفيديو هتلاقي ان هو بيكبر يكبر لحد ما يوصل للامر التاني اللي انت خليت فيه الفيديو يكبر. الموضوع ده ممكن يكون صعب في البداية ولكنك هتتعود عليه، وصدقني الكي فريمز من اهم الحاجات. ولو وقفت على كي فريم منهم كده وعايز تشيلها او تمسحها فبتلاقي ان هي بقت بالسالب كده، فلو ضغطت عليها فبتلاقي ان هو شال الكي فريم. والكي فريم مش بس هتستخدمها انك تكبر او تصغر الفيديو، لا انت ممكن مثلا تحط كي فريم هنا تديه امر ان الفيديو يبقى بالشكل ده، وتمشي كده بالتايم لاين وتقول له مثلا انا عايز هنا الفيديو يبقى بره بالشكل ده، وتمشي كمان شويه في الفيديو وتحط كمان كي فريم مثلا تقول له برضه انا في الوقت ده عايز الفيديو يفضل بره، وبرضه هنمشي كمان شويه كده وتقول له بقى ايه رجع الفيديو تاني زي ما كان. فبص ايه اللي هيحصل. لو ساعتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا سيو بتاع يوتيوب؟ اظن كده انت فهمت الفكره. هو من الاخر امر انت بتديه للبرنامج او للفيديو ان هو يكون في مكان معين او عامل حركه معينه. والاداه اللي جنبها بقى دي وهي الكيرفس، وهي بتتحكم بقى في الكي فريمز دي. يعني لو ضغطت عليها هتلاقي في اشكال كتيره من الكيرفس، وزي ما قلت لك بتتحكم في الكي فريمز في شكل الحركه بتاعت الكي فريمز. يعني زي ما انت شايف الفيديو بيبقى ثابت هنا بعدين بيتحرك لبره الكادر. لو ساعتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست؟ فلو تلاحظ هتلاقي ان الحركه كده ممله وماشيه كانها روبوت كده، فالكيرفس بقى بيدي شكل للحركه دي. فمثلا لو اخترنا الشكل ده بص ايه اللي هيحصل. لو ساعتك مين بيكسب اكتر، مستر؟ هتلاقي ان هي اتحركت بطيئه بعدين سريعه. لو اخترنا مثلا الشكل ده لو ساعتك مين بيكسب اكتر، هتلاقي ان هي اتحركت سريعه مره واحده. طيب انا بعرف ان هي بتكون سريعه او بطيئه ازاي؟ لو تفتكر في الكيرفس اللي انا شرحته لك من شويه اللي هو بتاع اداه تبطيء الفيديو او تسريعه، قلت لك لما النقطه بتكون تحت بيكون بطيء ولما النقطه بتكون فوق بيكون سريع. فمثلا كيرف زي ده هتلاقي ان هو بطيء في البدايه بعدين بيبقى سريع، اما كيرف زي ده بتلاقي ان هو بيبقى سريع مره واحده، الكيرف طالع لفوق مره واحده. فهي دي فايده الكيرفس، وصدقني بنستخدمها كتير ومن اهم الحاجات لانها بتدي شكل حلو لحركه الكي فريمز. الاداه اللي بعدها وهي اللوك، وهي بكل بساطه بتقفل الفيديو كده. يعني لو ضغطت عليه مش هيظهر لك الادوات بتاعته او الافكتات او اي حاجه، بس هي دي فايدتها، يعني ملهاش اي لازمه بصراحه. خلينا بقى نمسح الكي فريمز دول، نرجع كده خطوات لورا. الأداة اللي بعدها بقى وهي الدوبليكيت، وهي بكل بساطة إنك تكرر الفيديو أو تعمل منه نسخة تانية. فلو ضغطت عليها كده فيعمل لك نسخة تانية جنبه، كل ما بتضغط عليها كده فبيعمل لك نسخة تانية. فهي دي فكرتها بكل بساطة، إن أنت تمسح حاجة معينة. وآخر أداة وهي الديليت، وهي إنك تمسح الحاجة اللي أنت محددها سواء فيديو صورة موسيقى أي حاجة. أي حاجة هتضغط عليها كده هيظهر لك علامة الديليت على اليمين هنا، لو ضغطت عليها فبيمسح لك الحاجة دي. وده بكل بساطة كان شرح الأدوات. انا عملت فيديو من الصفر، خلينا اوريهولك بعدها نشرحه بكل التفاصيل اللي فيه. لو سالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا سيو بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي سيو بتاع يوتيوب، انا برضو قلت كده بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان السيو بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه، طبعا ده مبلغ مجنون. بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بس بيعمل فيديوهات. طيب خلينا نحلل الفيديو الاول كده في السريع، بعدين ندخل في الشرح ونشرح كل المراحل اللي مر بيها الفيديو ده. اول حاجه بتلاحظها وهو الانيميشن بتاع التكست ده. هو انيميشن بسيط جدا بس في شويه حاجات كده مخليه ان هو شكله حلو. من اهم الحاجات اللي بتخلي التكست شكله حلو وهو انه يبقى فوق بعضه مش جنب بعضه. يعني التكست ده لو جنب بعضه هيبقى شكله وحش جدا، لكن هتلاقي ان انا خليته كلمتين او كلمه كل حاجه فوق بعضها. ومش بس كده، لا يبقوا على نفس التوازن، ما يبقاش مثلا التكست اللي فوق قصير والتكست اللي تحت طويل والتكست اللي تحت اصغر منه، لا يبقى كله على نفس التوازن. وانا بخليه على نفس التوازن او بزود التكست ده بحيث يبقى اطول، بضيف كده شرطه اعرفك ازاي تضيفها. بعد كده لو مشينا شويه في الفيديو
هتلاقي ان الفيديو الاساسي اللي هو الايرول بيبدا يختفي كده، وبتظهر الخلفيه السوداء دي وعليها الاوفرلي اللي هي الاضاءه، وشخصيه مستر بيست بتطلع من تحت لفوق، وطبعا دي بتتعمل بالكي فريمز اللي احنا شرحناها قبل كده. بعد كده لو مشينا في الفيديو هتلاقي ان صوره مستر بيست بتيجي ناحيه الشمال، والصوره بتاعت الشخص ده بتيجي من اليمين للشمال، وكل ده والتكست لسه مكمل معانا. بعد كده بيحصل ترانزيشن او انتقاله كده بشكل اوفرلي، وما تقلقش هشرح لك كل ده بالتفاصيل، انا بس بحاول اعرفك الفكره العامه كده قبل ما نبدا في الشرح. لو مشينا في الفيديو هتلاقي ان في زوم ان كده بسيط، وفي اللقطه الثانيه بتلاقي زوم اوت كده شويه، وبعديها ترانزيشن وبينقل اللقطه دي بنسميها بقى زي ما اتفقنا بي رول، هي الفيديوهات اللي بتتحط فوق الفيديو الرئيسي. دي بتساعد ان الفكره توصل للمشاهد اسرع، فهتلاقي ان احنا استخدمنا البي رول بتاعه الشخص بتاع اليوتيوب وحطيناها كده بشكل حلو جدا واحترافي، وهعرفك ازاي تعمل حاجه زي كده. يعني اصلا الشكل ده بيتعمل على برامج احترافيه زي بريمير برو وافتر افكت، محدش خالص بيعرف يعمله على الموبايل، بس انا بقى هقول لك ازاي تعمله. وبعد كده بيظهر التكست ده، واعرفك برضو ازاي تعمل التاثير ده، بيبقى شكله حلو جدا وكمان ترند اول ايام دي. وهتلاقي ان في اللقطه اللي بعدها نور بيتكلم وفي زوم ان بسيط عليه كده، وبرضو اللقطه اللي بعدها جبنا بقى بيرول لمستر بيست، وبعدين ضفنا التكست بالانيميشن ده، واخر حاجه بينتهي بالترانزيشن الاوفرلاي دي، وبنرجع لنور وهو بيتكلم تاني، وبرضو في زوم ان بسيط كده بيحصل وهو بيتكلم. فخلينا بقى نطلع من البروجكت ده ونبدا بروجكت جديد. فاول حاجه هنضغط على علامه الزائد اللي تحت، ومن نيو بروجكت هنختار بقى الفيديو الاصلي، الفيديو الاساسي اللي هو نور بيتكلم فيه، فاختاره كده واضغط على السهم الازرق اللي تحت، فهتلاقي ان هو ضافه بالشكل ده. طيب لو تفتكر بقى في مراحل المونتاج هتلاقي ان انا قلت لك اول حاجه تعملها وهي تعديل الصوت، بس انا هكسر القاعده دي شويه في الشرح ده. تعديل الصوت اللي احنا هنعمله هو عباره ان احنا بنرفع الصوت ده على ويب سايت كده، وهو بيعدل لنا الصوت، بيشيل لنا اي ازعاج فيه او اي صدى صوت. ولكن لو جينا نرفع الفيديو ده بالصوت على الويب سايت ده هتلاقي ان مساحته كبيره جدا وهياخد وقت كبير جدا. فاحنا هنبدا اول حاجه بالكت، ان احنا نقط الاماكن اللي فيها سكوت ونحدد الجزء بس اللي احنا هنشتغل عليه، وساعتها بقى نقدر نرفع الفيديو او الصوت للويب سايت ده بحيث نعدل عليه. هتلاقي ساعتها ان مساحته قليله فمش هياخد وقت في ان هو يترفع على الويب سايت. فزي ما قلت لك هنبدا اول حاجه بالكاتس او التقطيع، ان احنا نشيل السكوت من الفيديو. طيب ازاي بقى هنعمل حاجه زي كده؟ صح، باداه السبليت اللي احنا قلنا بنقط بيها الفيديو اللي شرحناها في درس الادوات لو تفتكر. اول حاجه هنبدا نعمل زوم ان كده على الفيديو، بتحط صباعين الابهام وبتسحبهم كده لبره او لجوه عشان يعمل زوم ان او زوم اوت. فاحنا خلينا نعمل زوم ان كده بحيث نبين الشريط بتاع الصوت ده اكتر. لو تفتكر بقى انا قلت لك الصوت بيبقى عباره عن موجات، فده بيساعدنا ان احنا نحدد الاماكن اللي فيها سكوت والاماكن اللي الشخص بيتكلم فيها. يعني لو تلاحظ ان في اول الفيديو هنا مفيش موجات، فالحته دي فيها سكوت، فبص كده هتلاحظ ان الكلام بيبدا من اول الموجات دي، لكن الحته اللي ما فيهاش موجات او كلها بمستوى واحد دي بيبقى فيها سكوت. فاحنا بكل بساطه بقى هنمسح الجزء ده، فهنقف بعلامه الماركر دي على اول الموجه بالشكل ده، وهنضغط على اداه السبليت عشان يعمل لنا قط. بعدين هنضغط على الجزء بتاع السكوت ده وهنختار ديليت. والطريقه الثانيه ان احنا نعمل ديليت، يعني خلينا نرجع خطوه لورا كده. الطريقه الثانيه ان انت بيبقى عندك ديليت بس في شريط الادوات تحت، فانت لو وقفت عليها بالماركر كده وضغطت على ديليت فبرضه هيمسحها لك. فدي طريقتين تقدر تمسح بيها الفيديو او اي حاجه، سواء كانت صوت تكست صوره اي حاجه. طيب احنا كده عملنا قط لاول حته. طيب هنمشي بقى في الفيديو كده لحد ما نلاقي جزء فيه سكوت او ما فيهوش موجات، اللي هو الجزء ده بالظبط. فهتلاقي ان الموجه بتنتهي هنا بالظبط، فهقف عليها كده واضغط على اداه السبليت، واروح على اول الموجه الثانيه واضغط برضه على اداه السبليت، واقف على الجزء اللي فيه سكوت ده وهضغط على ديليت، فهتلاقي ان هو مسحه. فبص كده لو سالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ هتلاقي بكل بساطة إن السكوت اتشال. خلينا بقى نكمل، هنمشي بقى في الفيديو برضو كده لحد ما نلاقي إن الموجة بتنتهي أو الكلام بينتهي هنا، وهنعمل كت، وهنمشي كده لحد ما نلاقي أول الموجة التانية وبرضو هنعمل كت، وهنقف على الجزء اللي فيه سكوت ده وهنضغط عليها ديليت. لو تلاحظ أنا أصلا مش مشغل الفيديو، أنا ماشي مع الصوت. دي الطريقة الصح اللي أنت تعمل بيها كت، وكمان هتوفر عليك وقت كبير ان انت تبقى عارف الاماكن اللي فيها سكوت والاماكن اللي الشخص بيتكلم فيها. هنمشي برضو كده بالفيديو لحد ما الموجه بتنتهي هنا وهنعمل كت، وبرضو هنسحب الفيديو كده هنروح على اول الموجه الثانيه وبرضو هنعمل كت، وهنقف على الجزء اللي فيه سكوت وهنضغط على ديليت، وهكذا بقى في باقي الفيديو. هفضل اروح لاخر الموجه واعمل كت، وعلى اول الموجه اللي بعدها او اول الكلام اللي بعده وهعمل كت، والجزء بتاع السكوت همسحه. خلينا برضو نمشي كده، هتلاقي ان الموجه بتنتهي هنا، هعمل كت وهمشي لقدام تاني في الفيديو وعلى اول الموجه دي وهعمل كت، والجزء ده همسحه. يعني حرفيا بالطريقه السريعه دي انت لو حتى معاك فيديو طويل جدا هتعمل له كت في اقل من 5 دقايق. خلينا برضو نمشي كده
هتلاقي ان الموجة بتنتهي هنا، هعمل كت واروح على اول موجة التانية برضه هعمل كت واقف على الجزء بتاع السكوت واضغط على ديليت. بس احنا كده خلصنا الكت. خلينا بقى نشوف الفيديو قبل وبعد. كده قبل. لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي السي او بتاع يوتيوب. انا برضو قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. طبعا في سكوت وممل جدا، بس شوف بقى بعد الكت بقى عامل ازاي. لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي السي او بتاع يوتيوب. انا برضو قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. طبعا الفيديو كده ما عادش ممل خالص وبقى يشد كده وانت بتسمعه. دي اول خطوه. الخطوه التانية بقى وهي تعديل الصوت. هنبدا اول حاجه نرندر الفيديو. يعني ايه بقى؟ بكل بساطه ان احنا نعمل له اكسبورت او نحفظه على الجهاز، والطريقه بسيطه جدا جدا. هتروح على السهم الازرق اللي فوق وهتضغط عليه كده، هيفتح لك الشكل ده. هتضغط على اكسبورت كده، هو هيحفظ لك الفيديو على الجهاز. فاول ما اخلص هنضغط على دن. هنبدا اول حاجه بس قبل ما نطلع من البرنامج هنضغط على علامه السيف ان هو يسيف لنا البروجكت ده عشان نرجع له تاني. هنفتح بقى جوجل وهنعمل سيرش على الويب سايت ده، فهتلاقيه ظهر لك هنا. هنضغط عليه وهتضغط على اللوجو اللي فوق ده عشان يوديك للصفحه الرئيسيه. هتضغط بقى على الجزء ده وهتختار اول حاجه، بعدين هتختار الفيديو اللي احنا لسه حافظينه من البرنامج وهتضغط على done. من هنا بقى بتقدر تختار ان هو يعالج لك الصوت بتاع الفيديو ده ازاي. انا هختار الخيار ده عشان يشيل اي ازعاج في الصوت، وكمان بيشيل صدى الصوت اللي في المكان. بعديها هضغط على ستارت فهيبدا يحمل ان هو يعالج لك الصوت. فكده هو خلص التعديل. هنا بقى بيقول لك اختار ان انت تنزله فيديو او صوت، فاحنا نختار صوت اللي هو الام بي 3. بعدين بقى هنرجع على في ان وهنفتح البروجكت بتاع الفيديو. بعدين هنروح للجزء بتاع الصوت وهنضغط على العلامه دي. بعدين بقى عايزين نضيف الصوت اللي احنا عدلناه، فهنروح على الايكون بتاعت الصوت دي. بعدين هنختار ميوزك وهنروح على ماي ميوزك. ومن هنا بقى شوف انت حفظت الملف فين بالظبط واختاره. يعني انا مثلا حافظه من الملفات بتاعت جوجل كروم، فهضغط على الثلاث نقط دول واروح على فايل اب وهختار كروم، وهتلاقي ملف الصوت هنا هختاره كده وهضغط اوبن. فهنا بيقول لك انت ممكن تضيفه يعني كانه في فولدر كده في البرنامج، فهتلاقي بكل بساطه ان هو ضافه في الجزء ده. هتدخل عليه كده وهتضغط على يوز، بعدين على علامه الصح دي، فهتلاقي اللي هو انضاف بالشكل ده. بعد كده بقى هنعمل ميوت للصوت الاصلي بتاع الفيديو، فهتضغط على علامه الصوت دي عشان يعمل لنا ميوت للصوت الاصلي اللي هو مش متعدل. فانا هوريك الصوت قبل وبعد. كده قبل. لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي السي او بتاع يوتيوب. انا برضو قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. وكده بعد. لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي السي او بتاع يوتيوب. انا برضو قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. طبعا الفرق واضح جدا. خلينا بقى ندخل على الجزء الثاني وهو التلوين. هنقف على اي كليب من دول وهنروح على أداة الفلتر، ودي الأداة اللي احنا بنقدر نلون بيها الفيديوهات. فهدخل عليها كده، هتلاقي هنا في فلاتر جاهزة ممكن تختار منها حاجات جاهزة كده بتبقى نوعا ما كويسة، وكمان من هنا بتقدر تقلل حدة الإفكت ده أو الفلتر ده. فمثلا أنا هختار الفلتر ده اللي هو ال A2، يعني شكله حلو شوية بس برضه هقلل الإفكت بتاعه بالشكل ده. بعدين هدخل على adjust. من هنا بقى نقدر نعدل كل حاجة لوحدها. أول حاجة وهي الاكسبوجر أو الإضاءة. لو زودتها كده هزود لك الإضاءة في الفيديو، ولو قللتها فهيقلل لك الإضاءة في الفيديو. فاحنا ممكن نقللها شوية كده، خليها مثلا على -7. أما الكونتراست فهو التباين، إن هو هتلاقيه بيزود لك الأماكن اللي فيها شادوز وبيقوي الأماكن اللي فيها هايلايتس أو الإضاءة فيها لسعة. فمن الآخر كده بيزود لك التباين في الفيديو. وبرضه أي حاجة ما أنتش فاهم هي بتعمل إيه فبكل بساطة زودها كده أو نقصها عشان تعرف هي بتضيف لك إفكت عامل إزاي على الفيديو. أنا هزود الكونتراست شوية كده، بعدها البرايتنس لو زودتها بص هتعمل إيه، ولو قللتها بتقلل لك الشادوز والأماكن اللي فيها إظلال يعني. فأنا هخليها على 0. بعديها الساتوريشن وهو تشبع الالوان في المشهد، يعني لو زودته كده فهيزود لك الالوان في الفيديو، بس طبعا ما تأوفرش في حاجه زي كده يعني. تبقى حاجه بسيطه جدا عشان الالوان ما تبقاش اوفر ساتوريتد او التشبع بتاعها عالي جدا، لا خلي كل حاجه مناسبه. اما بقى الخيار اللي بعدها وهو الفايبرانس، وده بقى شبه الساتوريشن اللي قبله بس في شويه فروقات ما بينهم. اول حاجه الساتوريشن بيزود لك تشبع اللون في الفيديو كله، اما الفايبرانس فبيزود لك تشبع الالوان في الاماكن اللي تشبع الالوان فيها ضعيف. يعني مثلا لو جزء من الفيديو تشبع اللون فيه مش قوي قوي فهو بيبدا يتعرف على الاجزاء دي ويبدا يزودها. اما الساتوريشن مش بيقارن بحاجه وبيزود الالوان في الفيديو كله. طيب هتقولي من الاخر كده انا هستخدم انهي فيهم؟ اقول لك انت هتستخدم الاثنين، يعني في الساتوريشن بتزوده حاجه بسيطه وفي الفايبرانس برضه بتبدا تزوده كده حاجه بسيطه. ممكن نقلل بس الساتوريشن شويه لان طبعا لازم تحافظ جدا ان تشبع اللون يكون مناسب. بعدها بقى التمبريتشر، وده المسؤول عن حراره الفيديو. لا مش حراره الفيديو،
انا قصدي هنا ان الالوان تكون رايحه للون الاصفر اللي هو بيدي احساس بالحراره، او تكون رايحه للون الازرق انه يكون بيدي احساس للبروده. وده من الاخر بيبقى تحت مسمى الوايت بالانس، ان انت بتظبط الوان اللون الابيض في الفيديو. يعني مثلا لو الفيديو مصفر عندك فبتوديه ناحيه الازرق، ولو الفيديو مزرق عندك فبتوديه ناحيه الاصفر. الفكره ان انت توازن اللون الابيض. فانا شايف ان الفيديو رايح للاصفر شويه، فخلينا نوديه للازرق كده، نخليه مثلا على -3. يعني الجزء اللي على الشمال بيودي ناحيه الازرق، والجزء اللي على اليمين بيودي ناحيه الاصفر. فانا هوديه للازرق، هخليه مثلا على -3. الحاجة اللي بعدها بقى وهي ال HSL، ودي بتديك إمكانية إن أنت تتحكم في كل لون لوحده. هتلاقي تقريبا كل الألوان عندك هنا، وفي كل لون بتلاقي 3 اختيارات: الهيو والساتوريشن واللايتنس. أول حاجة هي الهيو، وهي درجة اللون، يعني مثلا الأحمر يبقى رايح للبينك أو للأصفر. تاني حاجة الساتوريشن زي ما اتفقنا هو تشبع اللون، فلو زودته كده هيزود لك تشبع اللون ده، ولو قللته هتلاقي إن هو بيقلل لك التشبع بتاعه. واخر حاجه وهي اللايتنس، ومن اسمها اكيد هي اضاءه اللون. لو زودتها كده هيخلي لك اللون ده منور، ولو قللتها فهيخليه ان هو دارك اكتر، وهكذا بقى في كل الالوان. انا اللي هعمله هنا ان هروح على اللون الازرق وازود الساتوريشن بتاعه شويه اللي هو تشبع اللون، وفي الهيو هوديه شويه ناحيه السيان، يبقى رايح كده ناحيه اللون الاخضر شويه. وممكن الاحمر ازود الساتوريشن برده شويه كده، اخليه مثلا على 2. وفي الاورنج برده ممكن نخليه رايح ناحيه الاحمر شويه، لان الوان البشره بتبقى باللون الاورنج، فهنخليها بس محمره شويه كده. بس دي الحاجات اللي هعدلها في ال HSL. الحاجه اللي بعدها بقى وهي الفينيت، وده بكل بساطه بيعمل لك فيد اسود كده على الحواف، فبرضه هنزوده شويه كده. اما بقى الحاجه اللي بعدها وهي الشاربن، وده بيزود حده الفيديو بس ما تأفورش فيه، فهنزوده شويه كده، نخليه مثلا على 10، لان لما بتزوده جامد بيعمل لك نويز في الفيديو. الحاجه اللي بعدها وهي الهيو، وهي درجه الالوان في الفيديو كله. فبص كده زودناها او قللناها، فاحنا هنخليها مثلا على -3، بحيث يخلينا لون البشره رايح للاحمر شويه، واللون الازرق رايح للسيان شويه. اما بقى الهايلايتس، وهي الاماكن اللي الاضاءه فيها لاسعه جدا، فلو زودتها كده هيقلل لك الهايلايتس لو انت يعني عندك اماكن الاضاءه فيها عاليه جدا. بعدها الشادوز، وهو الظلال اللي في الفيديو، لو زودتها هيزود لك الاماكن اللي فيها ظلال، هيبدا ان هو ينورها لك اكتر، فاحنا ممكن مثلا نزودها شويه كده. اخر خيار بقى وهو النويز ريدكشن، لو انت عندك نويز في الفيديو، اللي هي دي بالمناسبه للي مش عارف، فلو زودت الخيار ده هيبدا يقلل لك من النويز دي. فاحنا في حالتنا احنا ما عندناش نويز في الفيديو، فمش هستخدمها. لو عايز بقى تشوف تعديل الالوان كله قبل وبعد، هتفضل ضاغط على الفيديو كده، فهتلاقي ان هو ظهر لك الفيديو قبل، ولو شلت ايدك فهيظهر لك بعد. طبعا تعديل الالوان خلى الفيديو في حته تانية، يعني كده قبل وكده بعد. لما بتخلص بقى بتضغط على علامة الصح. بس في حاجة بقى، هتلاحظ ان الالوان اتطبقت بس على الجزء اللي احنا عاملين له قط في الاول ده، لكن بقية الفيديوهات معلهاش تطبيق الالوان ده. طيب احنا محتاجين بقى نطبق تعديل الالوان ده على الفيديوهات كلها. هنعمل كده ازاي؟ هندخل على فلتر تاني، والمرة دي بقى هنختار ابلاي تو اول عشان يطبق لنا تعديل الالوان ده على كل الفيديوهات. يعني هو اصلا نفس الفيديو، بس احنا كنا عاملين له قط قبل كده، فهو قسمهم لمشاهد او كليبس. فاضغط على ابلاي تو اول، فهتلاقي بكل بساطه ان تعديل الالوان اتطبق على الفيديو كله او على كل الكليبس. كده احنا عملنا كاتس وظبطنا الصوت وظبطنا الالوان. نبدا بقى نعمل الهوك، اللي هي اول حته في الفيديو، واللي بالمناسبه لازم يبقى فيها اكتر شغل في الفيديو كله. هنبدا اول حاجه بالتكست، فهتلاقي ان نور هنا بيقول لو سالتك مين بيكسب اكتر؟ انا هقسم الجمله دي ل3 حاجات: لو سالتك، وكلمه مين، واخر حاجه بيكسب اكتر، وهحطهم بالشكل اللي انت شفته في الفيديو. فاول حاجه هروح على اداه التكست وهضغط عليها كده، واختار تايتل، وهضغط على دي. بعدين هكتب لو سالتك، بعدين هضغط على علامه الصح، واروح بقى للخيار بتاع الفونت عشان اختار فونت مناسب. طبعا هتلاقي في VN فونتات كتيره جدا مجاني، ولو نزلت تحت شويه كده هتلاقي برضو في فونتات عربي كتيرة تقدر تستخدمها بشكل مجاني تماما. فأنا هختار الفونت ده اللي هو اسمه شجرة جوز الهند، اسم غريب بصراحة. بعدين هضغط على علامة الصح وهكبره شوية كده، بحط صباعين الإبهام وبسحبهم لبره كده، فبقدر أكبره بكل سهولة. أنزله تحت شوية هنا، واروح بالماركر اللي هو الأزرق ده اللي هو الخط ده، هروح ما بين اللام والواو عشان أعمل شرطة كده، ده بتدي شكل حلو جدا للتكست. طيب هعملها ازاي بقى؟ شايف العلامة اللي تحت في الكيبورد دي؟ هتضغط عليها ضغطة مطولة فهيفتح لك الأشكال دي، هتسحب كده على الشمال لحد ما توصل للشرطة دي، فبس هتلاقي إن هو ضاف لك الشرطة بكل سهولة. ولو عايز تكررها برضه بتضغط ضغطة مطولة وبتروح لحد الشرطة دي وبتسيب كده، فبتلاقي إن هو ضافها لك تاني. ممكن نضيف كمان واحدة أخيرة، وهنضغط بقى على علامة الصح. بعدين بقى محتاج أكتب الكلمة التانية اللي هي مين بعدين بيكسب أكتر. أول حاجة هكتب مين، يعني هو كان بيقول لو تفتكر لو سألتك مين بيكسب أكتر،
فانا محتاج دلوقتي اكتب بس كلمه مين لوحدها، وطبعا زي ما اتفقنا بنخلي التكست كله فوق بعضه مش جنب بعضه، ده بيدي شكل احسن كتير. عشان اكتبها بقى مش هروح على اداه التكست واكتبها من جديد، لا، انت هتروح على التكست ده وهتضغط ضغطه كده، وبعدين هتختار دوبليكيت، فهتلاقي ان هو عمل لك منه نسخه تانية. هتسحبها تحت كده وهتضغط كليك عليها وهتغيرها بقى، هتمسح الكلمه دي وهتكتب مين، بس ما بين الميم واليه هتضيف شرطه طويله بالشكل ده. هنفضل نضيف شرطة كده لحد ما تبقى على قد التكست التاني بنفس الطول عشان يبقوا على نفس التوازن بالشكل ده. هضيف بقى آخر تكست وهو بيكسب أكتر، هضغط على أي واحدة فيهم وهختار دوبليكيت وهنزلها تحت شوية كده وهضغط عليها كليك وهغيرها بقى هكتب بيكسب أكتر. بس بقى هغير شوية في الفونتس، يعني هسيب أول فونت زي ما هو اللي هي أول كلمة، بس كلمة مين دي هغير الفونت بتاعها، هختار الفونت بتاع غروب الشمس ده. وبرضه الفونت بتاع كلمة بيكسب أكتر هروح على فونت وبرضه هختار الفونت بتاع غروب الشمس. بعدين بقى هبدأ أظبطهم، أرفع الكلمة دي شوية، ممكن أصغرها كده وأضغط كليك، وبرضه في النص كده هضيف شرطة أكتر بحيث يبقى بنفس الطول بتاعة التكست اللي فوق عشان يبقوا على نفس التوازن بالشكل ده. وطبعا كلمة بيكسب أكتر برضه على نفس التوازن بنفس الطول. فبص بقى شكلهم عامل ازاي، بقى شكلهم حلو جدا. بس فاضل اخر خطوه ان احنا هنغير البليند مود بتاعهم بحيث ندوم افكت كده بيبقى شكله حلو وكمان منتشر اول الايام دي. فهنروح على اول تكست ومن شريط الادوات تحت اسحب كده شويه ناحيه اليمين واروح على البليندنج واسحب كده برضو لحد ما اوصل لحاجه اسمها ديفرنس، فاختارها كده وهضغط على ابلاي تو اول، فهتلاقي ان هو طبق لك الافكت ده او البليند ده على كل التكست التانيين. فاضل اخر حاجه بقى ان احنا نضيف لهم انيميشن. هنروح على اول تكست اللي هو لو سألتك، فلما بتضغط عليه كده بيظهر لك شريط الادوات ده، فهتلاقي في حاجه اسمها موشن، دي زي ما شرحناها قبل كده تقدر تضيف منها انيميشنز جاهزه. فانا هختار الانيميشن ده اللي هو السكيل، لو سألتك مين بيكسب اكتر فهتلاقيه بيكبر لك التكست كده، بس هقلل الوقت بتاعه بحيث يبقى اسرع شويه. لو سألتك مين بيكسب انا مثلا نخليه على 3، فبص هيبقى عامل ازاي. لو سألتك مين بيكسب هنضيف برضو انيميشنز للاتنين تكست التانيين. هنروح اول حاجه على كلمه مين وهندخل برضو على موشن واختار برضو نفس الانيميشن اللي هو السكيل لو سألتك مين بيكسب اكتر واخليه برضو على الاربعه. بس بص كده ايه اللي هيحصل، لو سألتك مين بيكسب هتلاقي ان هما بيكبروا في نفس الوقت. انا مش محتاج كده، انا محتاج ان كل كلمه تكبر مع الكلام اللي الشخص بيقوله. يعني هو مثلا بيقول لو سألتك مين بس بيبدأ يقول مين من أول هنا، فاختار كلمة مين واخليها تبدأ من أول هنا، هسحبها كده اخليها تبدأ من هنا. فبص كده لو سألتك مين بيكسب اكتر ممكن نأخرها شوية لورا، ممكن نخلي الوقت بتاعها مثلا سألتك مين بيكسب 3 ثواني بس. لو سألتك مين بيكسب اكتر كده تمام قوي. هنروح على آخر كلمة اللي هي بيكسب أكتر وهنروح على موشن. المرة دي بقى هنختار أنيميشن مختلف اللي هو السايد، بس هنخليه يطلع كده من تحت لفوق. لو سألتك مين بيكسب اكتر بس لو اخترته هتلاقي ان هو بينزل من فوق لتحت، بس لما بتضغط عليه ضغطة كمان لو سألتك مين بيكسب اكتر بيغير لك الاشكال بتاعته. تلاقي مثلا دلوقتي من الشمال لليمين، لو ضغطت عليه كمان ضغطه لو سألتك مين بيكسب اكتر هتلاقي ان هو بقى من تحت لفوق. فده اللي احنا محتاجينه. بس هنقلل الوقت بتاعه، هنخليه مثلا على لو سألتك مين 4 بيكسب عشان يبقى اسرع. بعدين بقى هنشوف هو بيبدأ يقول كلمة بيكسب اكتر فين، وهنبدأ نخلي التكست يبدأ من عندها. لو سألتك مين بيكسب اكتر يعني هو بيبدأ يقول بيكسب اكتر من اول هنا، فخلي التكست يبدأ من هنا. فبص كده لو سألتك مين بيكسب اكتر مستر بي ممكن نرجعها ورا شوية، حاسس ان هي متأخرة. لو سألتك مين بيكسب اكتر مستر كده تمام قوي وشكلهم حلو جدا وكمان ما خدوش وقت يعني. لو سألتك مين بيكسب اكتر مستر ممكن نعمل بقى حركة أخيرة هنا، إن إحنا هنضغط على التكست وهنروح على موشن وهنروح بقى على لوب. اللوب دي أنت بتضيف إفكتات على طول التكست كله، بيظهر التكست أو بيخفيه، لأ بيبقى إفكت كده طول مدة التكست. فأنا هختار إفكت الشيك. سألتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا سيو بتاع يوتيوب فبص بيخلي التكست كده يهتز يمين وشمال، وهخلي الوقت بتاعه على أكتر حاجة بحيث يبقى بطيء، وهختار أبلاي تو أول بحيث يطبقه على كل التكست. فبص بقى عامل إزاي. سألتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا سيو بتاع يوتيوب. طبعا انت كده احنا خلصنا اول حاجه في الفيديو. بس بقى هتلاحظ ان في تريكايه صغيره ممكن ما تاخدش بالك منها، ان الفيديو الاصلي بتاع نور اللي هو الاي رول هتلاقي ان هو فيه زوم اوت بسيط كده. لو تفتكر ان كان في اداه اسمها الزوم، لو رحت كده في شريط الادوات اللي تحت فهتسحبه كده لحد ما توصل لاداه اسمها الزوم، فهنختارها كده. بعدين هنختار الزوم اوت لو سألتك مين بيكسب اكتر وهنضغط على علامه الصح. فبص كده بقى عامل ازاي. لو سألتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا سيو. كده تمام قوي. هي حاجه بسيطه كده بس مديه لمسه حلوه قوي للفيديو. الحاجه اللي بعد كده بقى اللي حصلت في الفيديو، ان الفيديو الاساسي اللي هو الايرول اللي هو بتاع نور هتلاقي ان هو بيبدا يختفي، بعديها بتظهر الخلفيه اللي هي اضاءه حمراء دي، وبعدها صوره مستر بيست بتطلع من تحت لفوق، واخر حاجه الصوره بتاعت الراجل اللي هو السي او بتاع اليوتيوب بتيجي من اليمين للشمال. فلو تلاحظ انا حللت كل حاجه لوحدها
عشان ابدا اطبق خطوات واحده واحده. فانت لازم تعمل كده في اي فيديو تشوفه، ما ينفعش تشوف الفيديو مره واحده وتقول لا ده صعب مش هقدر اعمله. ابدا حلل كل حاجه لوحدها اتعملت ازاي، وهتلاقي ان الموضوع بسيط جدا. فاول حاجه هنبدا نعملها ان احنا هنخلي الفيديو بتاع نور يختفي. فهروح على اول الكلام ان هو بيبدا يقول مستر بيست او السي او بتاع يوتيوب. لو سالتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا من اول الكات ده كده. طيب احنا هنعمل اصلا حاجه زي كده ازاي، ان احنا هنخلي الفيديو يختفي؟ هنعملها بالكي فريمز اللي احنا شرحناها برضو في درس الادوات. بس انا قلت لك ساعتها انت ممكن بالكي فريمز انك تخلي مثلا الفيديو يتحرك من اليمين للشمال او يبقى صغير بعدين يكبر. بس اللي ما قلتلكش عليه انك ممكن تستخدم الكي فريمز في الافكتس وكمان في الاوباستي اللي هي شفافيه الفيديو لو تفتكر. فخلينا نروح على اول الكات كده، وهضغط ضغط على الفيديو واقف على اول الفيديو كده بالظبط بالماركر، وهضغط على علامه الكي فريم. فهتلاقي ان هو ضاف لنا كي فريم او بوينت كده. همشي بقى قدام شويه في الفيديو كده يعني كام فريم، واروح بقى على اداه الاوباستي اللي هي في شريط الادوات تحت، وهتقلل الاوباستي هتخليها 0، وهتلاقي ان هو ضاف لك كي فريم. انت من الاخر في اول الفيديو اديته امر ان في الوقت ده انا عايز الفيديو تكون الشفافيه بتاعته بنسبه 100%، وهتفضل تمشي بالفيديو كده لحد ما يوصل للامر التاني اللي انت قلت له انا عايز الشفافيه في الوقت ده تبقى 0 او الفيديو يختفي. فهي دي فكره الكي فريمز بكل بساطه، ان انت بتدي امر في وقت معين في الفيديو تقول له يعمل حاجه معينه، سواء انت عايز تحرك الفيديو، سواء انت عايز تخليه يكبر او يصغر، سواء انت عايز تخليه يضيف افكت معين وتتحكم في الافكت ده في اوقات معينه، وهكذا بقى. فبص كده لو شغلنا الفيديو لو سالتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا سيو هتلاقي بس ان الاختفاء بطيء شويه. فدي بقى الحاجه اللي هعرفها لك ازاي تتحكم في توقيت الكي فريمز. يعني مثلا حاجه زي اللي احنا فيها دي هتلاقي ان الفيديو بطيء في ان هو بيختفي، فلو عايز تسرعها بكل بساطه هتقرب الكي فريم الثانيه للاولى. يعني من الاخر كده كل ما الكي فريمز بتبعد عن بعض المسافه اللي ما بينهم بتكبر، اذا الافكت او الحركه اللي انت ضايفها هتاخد وقت اكبر عشان تتعمل. والعكس برضه لو انت قللت المسافه ما بين الكي فريمز اذا الفيديو هياخد وقت اقل عشان يطبق الحركه او الافكت اللي انت عملته بالكي فريمز. فمن الاخر عشان نسرع الحركه بتاعه الاختفاء دي هنقرب الكي فريم الثانيه دي للاولى، وبكل بساطه هتسحبها كده للكي فريم الاولى، يعني هتقربها منها، فالانيميشن هيبقى اسرع. مستر بيست ولا ممكن نقربها كمان شويه مستر بيست ولا كده تمام. عايزين بقى نعمل انيميشن لصوره مستر بيست. فاول حاجه طبعا محتاجين اصلا ان احنا نضيف الصوره، فهنروح على اداه اضافه الصور اللي هي دي، وهتضغط عليها كده وهتختار فوتوز، وهتروح للمكان اللي انت حافظ فيه الصوره وهتختارها كده. وبالمناسبه انا هسيب لك كل الملفات والحاجات اللي احنا استخدمناها هسيبها لك كلها كملف تقدر تنزلها وتستخدمهم. هتلاقي بقى ان هو ضاف لك الصوره كده على التايم لاين. فخلينا نكبرها شويه كده، خليها مثلا بالشكل ده. محتاجين بقى ان احنا نعمل لها انيميشن، وبرضه هنعمل لها انيميشن بالكي فريمز. فلو تلاحظ في الفيديو النهائي ان صوره مستر بيست بتطلع من تحت لفوق، فهضغط على الصوره ضغطه كده واعمل بقى حركه وركز معايا فيها. انا محتاج اول كي فريم يبقى صوره مستر بيست تحت، وتاني كي فريم يبقى صوره مستر بيست في المكان ده بالظبط. فبكل بساطه بدل ما احط اول كي فريم وانزل الصوره بعدين امشي بعدين ارجع الصوره تاني، لا هو مستر بيست دلوقتي في البوزيشن المطلوب. همشي المكان الكي فريم الثانيه واحط كي فريم وهرجع للمكان الاول في اول الصوره كده بالظبط، وهنزلها تحت بالشكل ده كده. اول كي فريم الشخصيه تحت، بعدين بتفضل الفيديو يتحرك لحد ما يوصل للكي فريم الثانيه ان الشخصيه بتكون في نص الشاشه بالشكل ده. فهي دي الفكره بكل بساطه. بس بص الحركه بقى هتبقى عامله ازاي. مستر بيست ولا سيو حركه كده سريعه وشكلها مش حلو خالص. محتاجين بقى نظبط حركه الكي فريمز. فهتضغط على الصوره وهنظبطها بقى بالجراف اللي احنا برضه شرحناه في درس الادوات. فهتدخل على الجراف وانا هختار الانيميشن ده مستر بيست بحيث يكون سريع بعدين بطيء. بس هي كده الحركه سريعه شويه، فانا هبعد الكي فريم الثانيه. زي ما قلنا كل ما المسافه طالت ما بين الاثنين الكي فريمز الانيميشن بيكون ابطا، وكل المسافه ما قلت ما بين الكي فريمز بيكون الانيميشن اسرع. فاحنا في حالتنا عايزين نبطئ الانيميشن، فهنبعد الكي فريم الثانيه شويه كده. فخلينا بقى نشوف الحركه بقت عامله ازاي. لو سالتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا سيو كده تمام قوي. ممكن بس نخلي صوره مستر بيست تبدا الانيميشن بدري شويه كده. لو سالتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا سيو كده جامد قوي. محتاجين بس نضيف لصوره مستر بيست شويه افكتات كده. فاحدد الصوره واروح على اداه فلتر واسحب كده الفلاتر الجاهزه دي لحد ما اوصل للفلتر ده اللي هو اسمه الاف 6. فهتلاقي ان هو خلى الصوره ابيض واسود وزود شويه الكونتراست كده. وهنروح برضو على الادجست وعلى كونتراست وهزوده شويه كده، وبعدين على الاكسبوجر وبرضو هزود الاكسبوجر او الاضاءه بتاعتها شويه بحيث نديها افكت اللي هي تبقى كانها صوره قديمه شويه، يعني كده قبل وكده بعد. عايزين بقى نضيف صوره الاضاءه اللي هي الحمراء دي. فهنروح على اضافه صوره وعلى فوتوز وهنختار الصوره دي. هي ما كانتش حمراء، هي كانت صفراء، وهكبرها شويه كده. ومحتاج ان انا اعمل لها تدوير. فبكل بساطه بتحط صبعين الابهام وبتعمل لهم تدوير كده على الشاشه
فهتلاقي ان هم بيعملوا تدوير للصوره برضو. فاكبرها شويه كده، هخليها هنا، ومن شريط الادوات اللي تحت وانا واقف على الصوره كده ومحددها هروح على البلندنج وهخلي البلند مود بتاعها على سكرين. فهتلاقي ان هي بقت بالشكل ده. ممكن نقلل الباست شويه وكمان نكبرها كده حاجه بسيطه. ممكن نقلل كمان الباست حاجه بسيطه بالشكل ده. محتاجين بقى نخلي الصوره دي باللون الاحمر، فهنروح على اداه الفلتر اللي هي متخصصه في الالوان. اي حاجه محتاج تعدل الالوان بتاعتها بتروح على فلتر، وهنروح على ادجاست وهنسحب كده الادوات دي لحد ما نروح لحاجه اسمها الهيو. فهنقلل الرقم بتاع الهيو ده لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. ممكن طبعا تخليها اي لون انت عايزه. لما بتغير الهيو ده بيغير لك الالوان بتاعت الصوره. فاحنا طبعا عايزينها احمر، نخليها مثلا على الدرجه دي كده. ممكن نظبط اللون الاحمر. هنروح على اداه ال HSL وهنزود كده اللون الاحمر وهنوديه شويه للاصفر كده، وهنروح للتمبريتشر ممكن نزوده للاصفر برضو شويه كده. ممكن نقلل الهيو شويه نخليه مثلا على 24. يعني انا بحاول قدر الامكان ان اخلي الصوره رايحه للون الاحمر. ممكن اكبرها شويه كده واخليها هنا بالشكل ده. انا شايف ان هي كده تمام. محتاجين بقى ان احنا نخليها على اول الانيميشن تظهر من اول هنا، وهنعمل لها برضو انيميشن ان هي تبقى مختفيه بعدين تظهر زي ما عملنا مع الفيديو اللي هو الاي رول. فاروح على الصوره كده في اولها، همشي شويه كده كام فريم. يعني انا عايزها تبدا تظهر من اول هنا، فهحط كي فريم وهنرجع شويه كده. انا عايزها تكون هنا مختفيه. هنروح على اداه الاوباستي وهنخلي الاوباستي 0 بحيث تكون مختفيه بعدين تظهر بالشكل ده. فبص كده بقت عامله ازاي. مستر بيست ولا سي ممكن نخليها تبدا من ورا شويه، اقرب الكي فريم الاولى كده لورا، سبقت مستر بيست ولا سي والكي فريم التانية برضو ممكن نقلل الباست شويه بحيث ما تبقاش قويه قوي كده. يعني مثلا بالشكل ده نخليها على 48. فبص كده. لو سالتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا سي محتاجين بقى ان احنا نكمل الانيميشن، ان احنا نخلي صوره مستر بيست تروح على الشمال. فهنضغط على الصوره كده وهنضيف كمان كي فريم. هتقول له انا في الوقت ده برضو عايز الصوره تفضل مكانها، وهتمشي بقى شويه كده وهنخرج الصوره بره بالطريقه دي. بعدين هنروح على الكيرفس وهنختار الانيميشن ده ولا سي بتاع. اللي هو يكون بطيء بعدين سريع. لو سالتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا سي بتاع يوتيوب. محتاجين بقى ان احنا نضيف الصوره بتاعه السي او بتاع اليوتيوب. هنروح على اضافه صوره تاني وهنختار فوتوز، وهتروح للمكان اللي انت حافظ فيه الصوره وهتختارها. يعني انا كنت منزل له صوره كده عشوائيه من على جوجل، بس هتلاقي ان الصوره كامله كده. احنا محتاجين نقص الشخصيه بس. طبعا تقدر تعمل حاجه زي كده من جوه VN. لو رحت على شريط الادوات اللي تحت وسحبت كده لحد ما نوصل لحاجه اسمها كات اوت، هنضغط عليها وهتلاقي بكل بساطه ان هو بشكل اوتوماتيك حدد لك الشخص. بس طبعا الكلام ده بينفع في الصور بس مش في الفيديوز. بس هتلاقي في حته كده هو غلطان في تحديدها، فعشان نظبطها هنضغط على الاداه دي وهنختار الإيريسر وهنمسح الجزء بالشكل ده. شايف الموضوع بسيط ازاي؟ بعدين هنضغط على علامه الصح، بعدين على done. محتاجين بقى نخلي الصوره دي تحت الصوره بتاعه الاوفرلاي اللي هي الاضاءه الحمراء دي. فبكل بساطه هنسحب الصوره بتاعه الاوفرلاي اللي هي الاضاءه دي، هنسحبها لفوق. هتضغط ضغطه مطوله عليها وتسحبها لفوق بالشكل ده. هتخليها في التراك اللي هو فوق الصوره بحيث تبقى عامله افكت اضاءه برضو على الشخص اللي هو السي او بتاع اليوتيوب ده. خلينا بقى نصغرها شويه كده. احنا مثلا محتاجينها تكون بالحجم ده. خليها مثلا هنا كده. يعني بنحاول نخليها قريبه شويه من صوره مستر بيست. بعد كده بقى هنبدا ان احنا نعمل لها انيميشن. فهضغط على الصوره كده وهمشي شويه كده من اول ما صوره مستر بيست بتختفي، وهحط كي فريم. يعني انا عايزها في الوقت ده هي اللي تظهر هنا، وهرجع بقى كده شويه وفي الوقت ده انا عايزها تكون بره بالشكل ده. فهي كده اول كي فريم هي بره الكادر خالص على اليمين، وتاني كي فريم هي جت في نص الكادر. بعد كده هندخل على اداه الكيرفس وهنختار الكيرف ده. بس كده الحركه بتاعتها سريعه جدا. بص ولا سي بتاع يوتيوب. فهنبعد الكي فريم التانية شويه كده. السي بتاع يوتيوب. يعني كده بقت بطيئه اكتر، فهنقرب الكي فريم شويه بيست ولا سي بتاع يوتيوب. كده تمام قوي. ممكن بس نسحب الصوره كده نخليها تبدا بدري شويه. يعني بص هتبقى عامله ازاي، تبقى بالشكل ده. فخلينا نشوف الفيديو كله كده. سالتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا سي بتاع يوتيوب. طبعا يعني كده الحركه سريعه شويه. ممكن نبعد الكي فريم دي شويه بالطريقه دي. فنبص كده. وسالتك مين بيكسب اكتر مستر بيست ولا سي بتاع يوتيوب. طبعا كده جامد قوي. يعني انت بتحاول بس تخلي الانيميشن بتاع صوره مستر بيست وصوره الشخص ده نوعا ما يكونوا زي بعض. محتاجين بقى ان احنا نقص الحاجات دي في اخر المشهد. يعني في اول المشهد الجديد بيبدا من اول هنا، فهنروح على الكات ده بالظبط. هنبدا بقى نحدد صوره صوره، وهنروح على اداه السبليت وهنعمل لها كات، والجزء الثاني بنمسحه كده. الصوره دي برضه هنعمل لها كات كده، والجزء الثاني مش محتاجينه فهنضغط على ديليت. وهكذا برضه في صوره الاوفرلاي الحمراء دي هنضغط على السبليت نعمل لها كات، والجزء الثاني هنمسحه. ونفس الكلام برضو في التكست. هنروح على اول تكست
وممكن برضو تضغط على السبليت. وفي طريقه تانية ان انت ممكن تسحب الشريط ده، هتضغط عليه ضغطه مطوله وهتسحبه كده للمكان اللي انت عايزه، فبرضه بيعمل كت. وهتلاقي ان هو بيلزق كده كانه مغناطيس عشان يظبط لك الكت في المكان اللي انت واقف عليه بالظبط. فدي برضه طريقه تانية ممكن تستخدمها، ان انت بتقف على اخر الشريط وبتفضل ضاغط عليه كده وبتسحبه للمكان اللي انت عايزه، ولما بيوصل للماركر اللي هو الابيض فبتلاقي ان هو لزق فيه كده كانه مغناطيس. واخر حاجه في التكست اللي فوق ممكن نعمل له كت ونمسح الجزء ده. فخلينا كده نشوف الفيديو كله. وسالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا سي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي سي او بتاع يوتيوب. انا كده يا جامد قوي. طيب الخطوه اللي بعدها بقى ان احنا هنضيف بي رولز للفيديو. يعني خلينا بس نسمع الفيديو كله كده. وسالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا سي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي سي او بتاع يوتيوب. انا برضو قلت كده بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. طبعا ده مبلغ مجنون، بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بس بيعمل فيديوهات. طيب انا ليه خليتك تسمع الفيديو قبل ما نبدا نضيف بي رولز؟ لان بكل بساطه لازم أن تحدد الاماكن اللي انت عايز تضيف فيها بي رولز. طيب انا بحدد الاماكن دي على اساس ايه؟ لازم الفيديو يبقى ماشي برتم متناسق. يعني مثلا لقطه الشخص بيتكلم والكادر عليه، لقطه بعديها مثلا تكون جرافيكس او بي رول، بعديها مثلا لقطه الشخص بيتكلم تاني قدام الكاميرا وهو اللي ظاهر، بعديها مثلا لقطه بي رول، هكذا. لازم أن يبقى فيه تناسق، ما يبقاش الفيديو كله بي رولز او الفيديو كله جرافيكس او حتى الفيديو كله الشخص بس قاعد يتكلم قدام الكاميرا. فانا هضيف بقى بي رولز فين؟ يعني خلينا نسمع الفيديو من اول هنا. انت كده هتقول لي سي او بتاع يوتيوب. الحته دي انا هسيبها ونور بيتكلم قدام الكاميرا عادي، بحيث الحته اللي وراها كانت جرافيكس، فالحته دي هسيبها عادي. انت كده هتقول لي سي او بتاع يوتيوب. انا برضو قلت كده بس الكلام ده طلع غلط جدا. وبرده الحته دي برده هسيبها الكادر على الشخص وهو بيتكلم. نيل مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. طب من اول هنا بقى وهو بيبدا يتكلم على السي او بتاع اليوتيوب، هنبدا بقى نضيف له بي رولز او فيديوهات تبين الشخص ده. فبكل بساطه انا دخلت على يوتيوب وبحثت عن الشخص ده ونزلت له فيديو، فهبدا بقى ان انا اضيف الفيديو ده. هروح على اداه اضافه الفيديو او الصور واختار فوتوز، وهتروح للمكان اللي انت حفظت فيه الفيديو وهتضيفه بالشكل ده. وخلينا نكبره كده وهنخليه مثلا هنا. طب انا محتاج اقص الفيديو، يعني انا محتاج بس كادر كده يبقى على قد الشخص بس، لان طبعا الفيديو بالعرض في شخصين، الشخص ده والشخص التاني اللي هو احنا محتاجينه اللي هو السي او بتاع اليوتيوب. فبكل بساطه وانا واقف على الفيديو كده هروح من شريط الادوات اللي تحت على اداه الكروب واعمل قص الفيديو كده، اخليه بس على الشخص ده، هحدده بالشكل ده. بعدين هضغط على علامه الصح وهصغر بقى الفيديو. دي أول خطوة، إن أنت تخلي الفيديو صغير كده شوية، في مسافة فوق وتحت ومسافة في الجنبين، يعني مسافة صغيرة. تاني حاجة هبدأ أصلا أحدد الجزء اللي أنا محتاجه. أنا هبدأ أعمل كت من أول ما بيتكلم كده، ما يبقاش ساكت يعني في الفيديو، وأسحب بقى الفيديو ذات نفسه وأخليه يبدأ من أول هنا، من أول ما نور بيبدأ يتكلم عليه. نيل مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب. وهتلاقي طبعا الفيديو ليه صوت، وهضغط عليه كده وهروح على الفوليوم وهقلل الصوت، هخليه على بيكسب حوالي، بحيث أنا مش محتاج أصلا الصوت ده. خلينا بقى نشغل كده. السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. طبعا طيب انا محتاج اعمل كت من اول هنا، في اخر ما المشهد بينتهي كده، واضغط على اداه السبليت عشان اعمل لها كت وامسح الجزء التاني ده. فكده انا خليتها بس على قد الجزء اللي نور بيتكلم على الشخص ده. طيب دلوقتي بقى اكيد البيرول محطوطه بشكل وحش جدا، يعني الفيديو اللي ورا باين وهي صغيره كده، فمحتاج بقى نخليها بشكل احترافي جدا. بص بقى الخطوات اللي هنعملها دي وطبقها على كل البي رولز اللي هتضيفها، حطها كده كانها قاعده يعني. والشكل اللي احنا هنضيفه ده احنا ذات نفسنا بنستخدمه على التشانلز، لانه شكل حلو جدا وبيضيف لمسه كده للبي رولز. بعد ما خلينا الفيديو زي ما قلت لك صغير شويه وفي مسافه في الجناب، هبدا اعمل منه نسخه تانية بان انا اضغط عليه كده واضغط على خيار الدوبليكيت، فيعمل منه نسخه تانية. هنروح بقى للنسخه اللي تحت وهنكبرها بالشكل ده. بعدين من شريط الادوات هنروح على الاداه بتاعه بلور اللي هي دي، هنضغط عليها وهنختار اول بلور اللي هو ده، وهنزود القيمه بتاعته على الاخر. بعدها هنضغط على علامه الصح. بعدين هنروح على تاني اداه وهي الفلتر اللي هي تعديل الالوان، وهندخل على الادجست، ومن الاكسبوجر هنقللها شويه كده بحيث نخليها مظلمه شويه. فايده الحركه دي ان انت بتبرز اكتر البيرول اللي هي الاساسيه اللي هي ما عليهاش بلور. فبص الشكل بقى عامل ازاي، الشكل بقى جامد قوي. بس احنا لسه ما خلصناش. هتروح للبيرول اللي فوق ومن شريط الادوات هنروح لاداه اسمها الماسك، هنضغط عليها كده وهنختار الماسك ده اللي هو الريكتانجل، فهتلاقي ان هو بقى على شكل مربع كده. من الادوات دي بقى هخلي الماسك على قد الفيديو بالشكل ده، خليه على قده بالظبط. بعدين بقى من الاداه اللي هي في الكورنر دي هزودها شويه كده، فبص ايه اللي هيحصل، هتعمل لي كانها حواف دائريه للفيديو، فبتديه شكل حلو جدا. فبص الفيديو بقى عامل ازاي، يعني بجد ايه الجمال ده. بس برضو لسه ما خلصناش، فاضل اخر خطوه ان احنا نضيف ملمس او اوفرلاي تكستشر كده فوق الفيديو اللي عليه بلور ورا،
بحيث نديها برضو شكل احترافي اكتر. وهسيب لك فولدر كامل فيه فيديوهات زي دي تقدر تستخدمها. هروح على اضافة الصور او الفيديوهات وعلى فوتوز، وانا هختار الصورة دي وهكبرها شوية كده واعمل لها تدوير بان انا بحط صبعين الابهام وبلفهم كده فبيعمل لي تدوير للصورة، واخليها على قد الفيديو. ومن التايم لاين بقى هظبط التوقيت بتاعها، اخليها تبدأ مع الفيديوهات هنا وبرضه هخليها تنتهي معاهم هنا. بس بقى مش هخليها كده فوق الفيديوهات، لا انا هخليها بس فوق الفيديو اللي هو في الخلفية اللي احنا عملنا عليه بلور. فبكل بساطة هخليها في نص الفيديوهين هنا، بسحبها كده لتحت، واول ما برسم لي لاين ازرق كده في النص وبسيب. بس طبعا احنا مش هنسيب الشكل بتاعها كده، هنروح للخيار بتاع البلندنج وهنختار سكرين وهنقلل الاوباستي بتاعتها شوية، يعني مثلا نخليها بالشكل ده. فبص بقت عاملة ازاي، ادت لمسة ابداعية للمشهد. فخلينا نشوف الفيديو. ايه المهم السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. طبعا ده جامد قوي قوي قوي. خلينا بقى نكمل الفيديو ونشوف هنضيف بيرول تانية فين. طبعا ده مبلغ مجنون، بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده. طيب لما بيبدأ بقى يتكلم على مستر بيست هنا هنبدأ برضو نضيف له بيرول. فأنا برضو دخلت على يوتيوب ونزلت له فيديو شورت كده من على يوتيوب وهبدأ أضيفه. هروح على أداة إضافة الصور أو الفيديوهات وعلى فوتوز، وهتروح على المكان اللي أنت حافظ فيه الفيديو وهتختاره، فهتلاقي إن هو ضافه بالشكل ده. هنبدأ بقى نعمل نفس الخطوات بالظبط. أول حاجة أخلي الفيديو على قد المشهد بالظبط اللي هو بيتكلم فيه على مستر بيست بس، يعني هو بينتهي الكلام عنه عند القط دي، فهعمل لها قط هنا بالشكل ده. هتلاقي اصلا الفيديو صغير كده شويه، يعني هو لوحده كده اصلا سايب حواف شويه في الجناب، ودي الخطوه اللي انا قلت لكم لازم تعملوها. وبرده دي ليها فايده تانية، في حاجه اسمها السيف زون. السيف زون بكل بساطه هي الاماكن اللي ينفع تحط فيها فيديوهات او صور او التكست او اي حاجه، ودي بتنفع جدا في الفيديوهات اللي هي الشورتس بالذات. لان مثلا لما بتنزل فيديو على انستجرام او التيك توك بيبقى في اماكن في الفيديو زي صوره البروفايل او الكومنتس او الشير او حتى النوتش اللي بتبقى في الايفون، فالحاجات دي بتغطي على الفيديو. فانت لازم تبقى عامل حسابك وانت بتedit الفيديو يبقى الاماكن اللي بتظهر فيها الحاجات دي ما تحطش فيها حاجه مهمه، لازم تخلي التركيز كله في الجزء ده بالظبط. فدي فايده برضو ان احنا بنصغر البيرول شويه. طيب اول حاجه بقى هنبدا نعمل لها دوبليكيت، هضغط عليها ضغطه واضغط على دوبليكيت، وهروح على النسخه اللي تحت وهكبرها كده. بعدين هروح على اداه البلور واختار اول واحده واخليها على 100 وهضغط على علامه الصح. بعدين هنروح على أداة الفلتر وعلى adjust، ومن اكسبوجر هنقللها كده للآخر بحيث نخلي التركيز على البيرول اللي فوق اللي هي معلهاش بلور، وهنروح للبيرول اللي فوق. بعدين هنروح على أداة الماسك وهنختار الريكتانجل اللي هو المربع، وهنخلي الماسك على قد الفيديو بالظبط من الأدوات دي. بعدين الأداة اللي هي في الكورنر دي هنسحبها كده في الجنب عشان يعمل لنا تدوير للحواف. يعني فايدة الماسك أو فايدة الأداة دي كلها إن إحنا بس عايزين نعمل تدوير للحواف كده، فبيدي للفيديو شكل حلو يعني. بعد ما خلصنا هنضغط على علامة الصح. محتاجين بقى برضو نضيف صورة اوفرلاي في الخلفية، بس هتلاحظ حاجة إحنا نسينا نعملها، إن إحنا الفيديو بتاع مستر بيست فيه صوت. فبكل بساطة هنروح على الفيديو ومن شريط الأدوات هنروح على فوليوم وهنخليه على 0، ونفس الكلام برضو في الفيديو التاني اللي تحته برضه هنخلي الفوليوم على 0. محتاجين بقى ان احنا نضيف صورة اوفرلاي ما بين الفيديوهين، تبقى على الفيديو اللي ورا اللي عليه بلور وتحت الفيديو اللي هو اللي فوق. فبكل بساطة احنا كنا ضايفينها هنا قبل كده، فهنقف عليها كده وهنضغط على دوبليكيت عشان ناخد منها نسخة تانية، وهنسحبها على الفيديو بتاع مستر بيست، هنخليها على قد الفيديو كده وهنعمل لها قط في الجزء التاني ده، وهنسحبها ما بين الفيديوهين بالشكل ده. بس هو الموضوع كده بكل بساطة. فخلينا بقى كده نشوف الفيديو كله. خالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي السي او بتاع يوتيوب، انا برضو قلت كده بس الكلام ده طلع غلط جدا. ليه المهم السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. طبعا ده مبلغ مجنون، بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بس بيعمل فيديوهات. كده احنا خلصنا تقريبا 80% من الفيديو. طيب الخطوة اللي بعدها بقى بسيطة جدا جدا جدا، يعني احنا بكل بساطة هنبدأ نضيف زوم ان وزوم اوت في الأماكن اللي الشخص بيتكلم فيها عشان ما تبقاش مملة. ولو تفتكر لما عملنا مونتاج للهوك اللي هي أول حتة من الفيديو هتلاقي إن احنا ضفنا له زوم اوت في أول حتة، فبص كده خالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست؟ هتلاقي إن الفيديو كده بيعمل زوم اوت. فهنبدأ برضه نضيف زوم ان أو زوم اوت لباقي المشاهد، يعني مثلا المشهد ده اللي هو بيتكلم فيه من غير جرافيكس أو من غير بيرولز أو من غير أي حاجة، هنبدأ نضيف له زوم ان أو زوم اوت. هنروح على أداة الزوم اللي هي في شريط الأدوات تحت، بس أهم حاجة تكون واقف على الكليب أو الجزء اللي أنت عايز تضيف عليه الزوم اوت أو الزوم ان أو أي إفكت عموما. فخلينا نضغط على أداة الزوم وأختار زوم ان، فبص هيبقى عامل إزاي. انت كده هتقول لي سي او بتاع يوتيوب، انا برضو. اما بقى في المشهد اللي بعده هدخل برضو على اداة الزوم، والمرة دي بقى هضيف زوم اوت.
برضه قلت بحيث المشهد يبقى زوم ان بعدين زوم اوت. ما ينفعش مثلا زوم ان بعدين زوم ان او زوم اوت بعدين زوم اوت، لا، لازم الزوم يبقى وراه الزوم العكسي ليه في المشهد اللي بعده. طيب ليه انا اصلا قلت لك حاجه زي كده؟ لان مثلا لو هنا انت بتعمل زوم ان والمشهد اللي بعده برضه عملت زوم ان، فبص هيبقى شكلها عامل ازاي. انت كده هتقول لي سي او بتاع يوتيوب، انا برضه قلت كده. بص هتلاقيه عمل زوم اوت مره واحده كده، فبيبقى شكلها وحش جدا يعني، اوعى تعمل كده بجد. فاحنا طبعا هنعملها زوم اوت. هنعمل بقى زوم اوت في التايم لاين كده، وهنمشي في الفيديو لحد ما نوصل للجزء ده اللي برضه نور بيتكلم فيه، وهنختار زوم ان لان المشهد اللي قبله كان زوم اوت، وهكذا بقى زوم ان زوم اوت زوم ان زوم اوت. بس في حاجه برضه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. لو مثلا في حته من الفيديو طويله والشخص عمال يتكلم من غير ما تظهر بي رول او جرافيكس، ما تفضلش بقى زوم ان وزوم اوت وزوم ان، لا يعني عادي ممكن اجزاء تسيب الكادر ثابت، عشان طبعا اي حاجه لما بتافور فيها بتبقى وحشه جدا. فاحنا في حالتنا احنا ضايفين بي رولز وجرافيكس ما بين المشاهد، فاحنا طبعا لازم نضيف زوم ان وزوم اوت للاماكن اللي الشخص بيتكلم فيها. هو ما فاضلش غير اخر مشهد في الاخر خالص، هروح لاداه الزوم وهضيف له زوم اوت. الفكره ان هو بس بيعمل فيديوهات. فخلينا بقى نرجع كده ونشوف الفيديو كله. قالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا سي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي سي او بتاع يوتيوب، انا برضه قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه، طبعا ده مبلغ مجنون. بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بس بيعمل فيديوهات. تعالى بقى ننتقل للمرحلة اللي بعدها، والمرحلة اللي بعدها بكل بساطة وهي الترانزيشنز أو الانتقالات ما بين المشاهد. وفي أنواع كتيرة من الترانزيشنز، بس في الشرح ده احنا هنستخدم حاجة اسمها اوفرلاي ترانزيشنز، إن هي فيديوهات بتبقى خلفيتها سودة وبنغير البلند مود بتاعها لسكرين، فبتعمل انتقالة كده بألوان. تعالى نطبق عشان تفهم أكتر. خلينا نشغل الفيديو كده. قالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا سي او بتاع يوتيوب؟ طبعا الانتقالة دي مش سلسة، يعني احنا لما بننتقل من المشهد ده للمشهد ده محتاجين فيه فاصل في النص، يعني في الكات ده بالظبط محتاجين يبقى فيه ترانزيشن او انتقاله. فانا برضو اكيد ما نسيتكش في حاجه زي كده، هسيب لك برضو فولدر كامل فيه ترانزيشنز كتيره جدا تقدر تستخدمها. فعشان تضيفها بقى بتروح على اداه اضافه الصوره او الفيديوز، وبتختار فوتوز، وبتروح للمكان اللي انت حفظت فيه الترانزيشنز دي. يعني مثلا خلينا نشوف الترانزيشن دي، انا الترانزيشن دي عجباني فهستخدمها، فهضغط عليها اد، فهتلاقي ان هو ضافها لك كده على التايم لاين. لازم بقى تخليها اخر تراك فوق بحيث تبقى فوق كل حاجه، فهرفعها كده فوق بحيث كده انا خليتها فوق كل الفيديوهات، وكمان هخليها في نص الكت بالظبط، فهسحبها كده بالشكل ده، اخليها في نص الكت، بعدين هكبرها كده، بعدين هروح على اداه البلندنج من شريط الادوات تحت واختار سكرين. فبص بقى بقت عامله ازاي. سالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا سي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول شوف خلت الانتقاله سلسه ازاي من المشهد ده للمشهد ده، وكمان بسيطة جدا يعني. والطريقة اللي احنا استخدمناها دي هتنفع على كل الترانزيشنز اللي انا سايبها لك. بس برضو خلي بالك من حاجة مهمة جدا، ما تأفورش في الترانزيشنز، ما تضيفش في كل كات ترانزيشن، لا، ساعات بيبقى الجامب كات او الترانزيشن العادي ما فيهوش اي ترانزيشن اوفرلاي او اي حاجة تانية بيبقى كافي جدا، زي مثلا اللقطة دي. انت كده هتقول لي سي او بتاع يوتيوب، انا برضه قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. هتلاقي ان في كات هنا بس انا مش هضيف ترانزيشن لان اصلا الانتقالة ناعمة جدا ومش مملة. انت بس بتضيف ترانزيشن في الاماكن اللي بتحس فيه كات هنا، في فاصل هنا. خلينا بقى نكمل الفيديو كده ونشوف الاماكن اللي محتاجه ترانزيشن. قلت كده بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان في الحته دي انا هضيف ترانزيشن بحيث الكات ده للكات ده مش سلس قوي، فانا هضيف ترانزيشن هنا بالظبط. هروح على اداه اضافه الصور او الفيديوهات واختار فوتوز، والمره دي هختار ترانزيشن مختلفه، مثلا خلينا نختار دي، وبرضه هخليها في نص الكات بالظبط، واروح لاداه البلندنج واخلي البلند مود بتاعها سكرين. لما بتخلي الحاجه سكرين بيشيلك الخلفيه السوداء، فبص كده بقت عامله ازاي. برضه قلت كده بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان فبقت سلسه جدا يعني. مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه، طبعا ده مبلغ مجنون. بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بص انا مش هضيف ترانزيشن هنا ولا كمان هنا، مبلغ مجنون. بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بس هي الحته دي ممكن اضيف ترانزيشن هنا، فاروح على اداه اضافه الصور او الفيديوهات واختار فوتوز، واختار برضو ترانزيشن مختلفه، ممكن اختار الترانزيشن دي واكبرها اخليها على قد الفيديو، وبرضو هخليها في نص القط هنا بالظبط، واروح على اداه البلندنج واختار سكرين. فبص بقت عامله ازاي في الرقم ده، والفكره ان هو كده جامده قوي، انت ما حسيتش بالانتقال اللي حصل. فخلينا بقى كده نشوف الفيديو كله. سالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا سي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي سي او بتاع يوتيوب، انا برضه قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه، طبعا ده مبلغ مجنون. بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بس بيعمل فيديوهات. الخطوه اللي بعدها بقى محتاجين في بعض المشاهد ان احنا نضيف تكست،
وده بنضيفه في الجمل المهمة. يعني مثلا في جملة مهمة هنا وبيقولها بص، مهن السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. الجملة المهمة هنا وهي 4.5 مليون دولار في السنة، دي كأنك بتأكد على المعلومة. فمحتاجين ان احنا نضيف تكست بالرقم ده. فبكل بساطة هروح لأداة التكست واختار تايتل واضيف تكست عادي من اللي هو ده. واول حاجة هكتبها وهي 4.5. اروح من الكيبورد كده للارقام، هكتب 4 واضغط النقطة اللي هي الفاصل دي واكتب 5 بحيث تبقى 4.5. بعدين بقى هروح للفونت، اختار الفونت اللي هو بتاع غروب الشمس، وهكبر بقى التكست شوية كده واخليه مثلا هنا. هروح بقى للبلند مود بتاع التكست ده واخليه على ديفرنس عشان يدينا الافكت الجميل ده. هبدأ بقى اشوف هو بيقول الكلمة دي من اول فين. بيكسب حوالي 4. بيقولها من اول هنا، فاخلي التكست يبدأ من اول هنا كده. نيل مهن السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون. كده تمام مظبوطة مع الكلام بتاع نور. هبدأ بقى اقصها كده على اخر المشهد. بعديها بقى هبدأ اكتب باقي الكلام. اول حاجة هكتب كلمة مليون، فاروح للتكست واضغط ضغطة كده واعمل منه نسخة تانية، هضغط على دوبليكيت واسحب النسخة دي لتحت كده واضغط ضغط عليها وامسح الكلام ده وهكتب كلمة مليون. ممكن اغير الفونت بتاعها، اختار مثلا الفونت بتاع شجرة جوز الهند ده واصغر التكست شوية كده واجيبه فوق. ممكن برضه اعمل حركة ما بين اللام واليه، اضيف شرطة كده، ممكن اضيفها اكتر من مرة بحيث يبقى الكلمة طويلة كده فبتدي شكل حلو. اخليها بالشكل ده، بعدين هضغط على علامة الصح. اخر كلمة بقى محتاج اضيفها هو بيقولها دولار كل سنة، فاعمل برضه دوبليكيت للتكست ده وانزله تحت شوية كده واضغط عليه ضغطة وامسح المليون دي وهكتب دولار واعمل الشرطة اللي هي المايلة دي وهكتب سنة بحيث تبقى كأنها دولار كل سنة، واصغره شوية كده اخليه هنا بحيث يبقى فيه توازن كده في التكست. يعني الكلمة دي أهميتها مش كبيرة على قد كلمة 4.5 مليون. وعلى فكرة لو انت عايز تتحكم في التكست بشكل أدق، ان انت بدل ما تحركه بصبعك، في أداة في التولز اللي تحت هنا هتلاقي اسمها بوزيشن، لو ضغطت عليها واخترت دي فهيظهر لك كده كأن في دايرة تحكم، فبتقدر من الأسهم دي تختار مكان الحاجة. فدي أدق بكتير لو انت مش عارف تحرك الصورة أو التكست أو أي حاجة مش عارف تحركها بإيدك. فاحنا هنخليها هنا. ممكن بس ننزل كلمة مليون دي شوية، هنروح برضو على البوزيشن وعلى دي وانزلها تحت شوية كده، برضو 4.5 دي برضو ننزلها تحت شوية كده بالشكل ده. محتاجين بقى ان احنا نعمل لهم انيميشن، وهنعمل لهم انيميشن بسيط جدا. هنختار اول واحدة التكست ده وهنروح على موشن وهنختار الانيميشن بتاع فيد، ان 4.5 هو مليون دولار. ان هو يبقى مختفي كده بعدين يظهر، واخلي الديوريشن على 4. 4.5 مليون. بعدين هنروح على كلمة مليون وعلى موشن وبرضه هختار نفس الانيميشن اللي هو الفيد 4.5 مليون دولار. واخلي برضه الوقت على 4 ثواني. نفس الكلام اخر تكست هروح على انيميشن وبرضه هختار فيد واخليه على 4.5 4 مليون دولار. ثواني. واظبط بقى توقيت دخول كل تكست. يعني هو اول حاجه بيقول 4.5، 4.5 مليون. بعدين بيقول مليون من اول هنا، فاعمل لها قط كده خليها تبدا يعني من اول هنا. وبعدين بيقول كلمه دولار كل سنه من اول هنا. فبص كده بقت عامله ازاي. بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. ممكن نخلي الانيميشن اسرع شويه، فنروح على اول حاجه على 4.5 دي نخليها مثلا تظهر 4.5 في 3 ثواني بدل 4 ثواني. فبص كده بقت عامله ازاي. يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. طبعا خلينا بقى نكمل الفيديو كده. ده مبلغ مجنون، بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده. طيب هنا برضو في جملة مهمة بيقول 10 أضعاف الرقم ده، فدي معلومة لازم نأكد عليها يعني. فممكن برضو نكتبها كتكست زي التانية. فممكن بكل بساطة نروح على التكست ده على أي واحد فيهم، مثلا كلمة مليون دي هنعمل لها دوبليكيت وهنسحبها كده على الفيديو بتاع مستر بيست. أول حاجة محتاجين نكتبها وهي 10 أضعاف. فممكن نكتبها بطريقة حلوة إن احنا نكتب 10 ونكتب إكس، 10 إكس كأنها 10 أضعاف. بعدين نكبر التكست شوية كده ونرفعه نخليه مثلا فوق هنا بحيث يبقى واضح أكتر، ونخليه على اخر المشهد كده نعمل له كات. بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم. ممكن نغير الانيميشن بتاعه ان احنا نخليه 10 اضعاف. بيكبر بالسكيل كده. 10 اضعاف. فبص كده بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده. كده تمام. محتاجين بس نكتب كلمة الرقم ده، فنعمل دوبليكيت للتكست ده وهنسحبه فوق شوية كده وهنضغط عليه كليك وهنمسح دي وهنكتب الرقم ده. بعدين هنصغره شوية كده. ممكن نغير الفونت بتاعه، هنروح على فونت ونختار الفونت بتاع غروب الشمس ده بحيث يبقى ماشي اكتر مع التكست اللي تحته يعني. ونظبط بقى توقيت دخوله لان هو مش بيقول الحاجتين مع بعض. بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم. يعني هو بيبدأ يقول الرقم ده من اول هنا، فاعمل كت للجزء ده. بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده. ممكن نغير الانيميشن بتاعه نخليه مثلا انيميشن فيد، هيبقى احسن بكتير من ان هما يبقوا نفس الانيميشن يعني. فبص كده بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده.
اخر خطوه بقى خالص وهي اضافه الاكابيلا والساوند افكت اللي هي المؤثرات الصوتيه، وانا هسهل عليك الموضوع ده جدا. فهتلاقي في الملف الملحقات اللي انا هسيبه لك في فولدر فيه اقوى ساوند افكت واكابيلا تقدر تستخدمها. بس قبل ما نبدا في شويه حاجات مهمه لازم تكون عارفها، وهي انواع الاصوات اللي بنستخدمها. اول حاجه وهي الاكابيلا، ودي بديل الموسيقى، بتدي لمسه بس كده في الفيديو، وكمان بتساعدك ان انت توصل احساس معين في الفيديو سواء الفيديو ده كان حماسي او حزين. فبالاكابيلا او الموسيقى بتقدر توصل الاحساس ده، بس طبعا احنا عارفين الموسيقى حرام، فالبديل بتاعها هو الاكابيلا. هي بتبقى اصوات بشر كده، فمش بتاثر على الدماغ زي الموسيقى. النوع التاني وهو الرايزر، والرايزر هو نوع من انواع الساوند افكتس، وهو تشويق. فده بنضيفه في اجزاء من الفيديو، بنبقى عايزين المشاهد يبقى متشوق جدا لحاجه هتحصل في الفيديو. واكتر جزء بنضيفه فيه وهو في اول الفيديو في الهوك، بحيث تحمس المشاهد جدا ان هو يكمل الفيديو للاخر. تاني نوع بقى وهو الهيت، وده بنضيفه في الاماكن اللي عايزين نوضح معلومه معينه، يعني مثلا تكست زي ده، فدي تعتبر معلومه مهمه او حاجه عايزين نبرزها اكتر للمشاهد. او مثلا تكست زي ده برضو، فمع الحاجات اللي زي دي بنضيف الهيت. تالت حاجه وهي الاسينشال، ودي اصوات مثلا زي فتح الباب او صوت خطوات شخص وهكذا. ده لو عندك يعني حاجات في الفيديو زي كده، لكن مش على طول بنستخدمها. فخلينا بقى نبدا شرح، وهنبدا اول حاجه بالاكابيلا. فاروح على اداه اضافه الصوت وهختار ميوزك، وهتروح للمكان اللي انت حافظ فيه الاكابيلا والساوند افكت. فمثلا انا هختار الاكابيلا دي، فعشان اضيفها هضغط على يوز، فهيحولك للواجهه دي. طبعا انا عايز اقص منها الجزء اللي في الاول اللي هو فيه سكوت ده، فهحدد كده الجزء اللي انا محتاجه من اول هنا كده واشيل السكوت. بعدين هضغط على علامه الصح، فبص كده هتبقى عامله ازاي. طبعا هو كده صوتها عالي جدا، وبرده في سكوت في الاول، فمحتاج ان انا اعمل لها كت في الجزء اللي في الاول ده باداه السبليت كده. اعمل كت وامسح الجزء ده واجيبها في الاول، وهوطي بقى الصوت بتاعها، اخليها مثلا على 18. وفي برضه حركه حلوه ممكن تستخدمها، ان انت هتروح على اداه الفيد، وان انت هتخلي الاكابيلا دي تبدا بشكل تدريجي، ما تبداش مره واحده بصوت عالي كده، فهتزود شويه الفيد ان. سألتك مين بيكسب اكتر بالشكل ده. بعدين هتضغط على علامه الصح، فبص كده. سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا CEO بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي CEO بتاع يوتيوب، انا برضه قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان الCEO بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. طبعا ده مبلغ مجنون، بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بس بيعمل فيديوهات. بس هتلاقي في اخر الفيديو ان هي انتهت كده بشكل مفاجئ هنا، فانا هكملها كده على اخر الفيديو. وممكن كمان اضغط عليها واروح على الفيد تاني، وهزود الفيد اوت شويه بحيث برضو تنتهي بشكل تدريجي. طيب احنا كده ضفنا اول حاجه وهي الاكابيلا، فعرفت ازاي تضيفها. وبرضو زي ما قلت لك اهم حاجه تركز عليها وهو الصوت بتاعها ما يبقاش عالي جدا، فلازم صوتها يبقى واطي عشان التركيز يبقى على صوت الشخص اللي بيتكلم في الفيديو. هنبدا بقى تاني حاجه ان احنا نضيف ساوند افكت، فهنبدا بالرايزر اللي هو التشويق. فاروح على اداه اضافه الصوت، وهتختار ساوند افكت او ميوزك، اي حاجه مش هتفرق، وهتروح على المكان اللي انت حافظ فيه الاصوات دي، وهتلاقي بقى ان انا سايب لك فيه فولدر في ملف الساوند افكتس اسمه رايزر. زي ما اتفقنا الرايزر دي هي التشويق، فمثلا انا هختار رايزر زي دي. عشان اضيفها هضغط على يوز، واشوف بقى انا عايزها تنتهي فين بالظبط. يعني انا عايزها تنتهي هنا، وهتلاقي ان الموجه بتعلى وبعدين بتنزل مره واحده. فهعمل كت هنا، وهجيب الموجه اول ما بتعلى كده او اول ما بتخلص الرايزر تبقى نهايتها على الكت ده بالظبط. فبص كده هتبقى عامله ازاي. سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا CEO بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي هي كده طبعا صوتها عالي جدا، بس الفكره اللي انا عايز اوصلها لك ان انا حطيت الرايزر في الجزء ده عشان اشوق المشاهد للسؤال اللي هو ساله نور. يعني هو بيقول لو سالتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا الCEO بتاع يوتيوب؟ فده كون سؤال عندك كمشاهد، فلازم بقى تحمسه ان هو يبقى عايز يعرف اجابه السؤال ده. فاحنا زودنا حاجه زي كده بان احنا ضفنا تشويق او رايزر. خلينا بقى ان احنا نوطي الصوت بتاعها شويه، وهنخليه مثلا على 10. سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا CEO بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي CEO بتاع يوتيوب، انا كده تمام قوي. تاني حاجه بقى محتاج اضيفها وهي ساوند افكت للتكست ده، فهضيف صوت غريب شويه ملوش علاقه بالتكست بس بيدي لمسه حلوه جدا، وهو صوت الشطر بتاع الكاميرا. فهروح على اداه اضافه الصوت، وعلى ميوزك او ساوند افكت زي ما قلت لك مش هتفرق، وهتروح على المكان اللي انت حافظ فيه الاصوات، وهتلاقي برضو ان انا سايب لك اصوات كتير لشطر الكاميرا تقدر تستخدمها. فانا هختار الصوت ده واضغط على يوز، وهضيفه بقى مع كل تكست بيظهر. يعني في 3 تكست بيظهروا، فهضيف الساوند ده 3 مرات، بس هظبط توقيت دخوله مع كل تكست. يعني اول واحد بيظهر هنا، سألتك مين بيكسب ممكن اعليه بس شويه. سألتك مين بيكسب هضيفه بقى 3 مرات، فهحدده كده وهعمل له دوبليكيت مرتين. فاول تكست بيظهر هنا، فهحاول ان انا اقط السكوت اللي في الاول ده واخليه يظهر من اول هنا،
بعدين تاني تكست بيظهر من اول هنا، فهروح للصوت التاني واخليه يبدأ من اول هنا، يعني كده بالظبط. والتكست التالت بيظهر من اول هنا، فهروح لاخر صوت واخليه يبدأ من اول هنا. فبص كده بقى عامل ازاي. انت مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده كده جامد قوي. انا برضو بحب اعمل حركه كده اني بضيف هيت في البدايه. يعني انا قلت لك الهيت بنضيفها لما بنحب نبرز معلومه معينه، ولكن انا بضيف الهيت في البدايه خالص في اول الفيديو، بحيث اشد المشاهد كده، الفت انتباهه وهو عمال يسكرول ما بين الفيديوهات. فخلينا نروح على اضافه الصوت وعلى ميوزك، وهتلاقي ان انا برضو سايب لك في ملف كده اسمه هيت، فهضيف الهيت دي واضغط على يوز. فخليها بقى في الاول كده، وهتلاقي ان هي فيها سكوت في الاول شويه، يعني كام فريم كده، فاعمل له كات واخليها تبدأ من الأول كده، وهمدها كده اخليها ايه تكمل الصوت بتاعها يعني. سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي فبص كده بجد فرقت جدا في الفيديو. خلينا بقى نكمل الفيديو كده ونشوف الحاجات اللي محتاجة ساوند افكت. تقول لي السي او بتاع يوتيوب. انا برضو قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. احنا هنضيف صوت هيت هنا برضو. فصوت الهيت اللي انا سايبه لك ده اصلا فيه 3 هيت في نفس الصوت، يعني انا عامل كات للجزء اللي هو في اول صوت بس، فممكن نعمل له دوبليكيت كده واخد النسخة التانية دي واخليني اسمع الصوت واختار هيت من الحاجات اللي في الصوت ده. سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي سي او. بص في صوت كأنه صدمة كده اللي هو من أول هنا، فهعمل كات للجزء ده وأمسح اللي في الأول وآخد بس الهيت دي، وفي آخرها كده هتلاقي برضو إن في تكملة تانية، في شكل تاني أو في صوت مختلف هيت تاني. أنا هاخد بس الجزء ده وأعمل كات هنا وأمسح الجزء ده، وأجيب بقى الهيت دي هخليها هنا عند التكست ده بالظبط. فبص هتبقى عاملة إزاي. حوالي 4.5 مليون دولار. كده جت متأخرة شوية، فممكن نجيبها بدري كده، ممكن نقلل الصوت بتاعها شوية. بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون. لا هي كده جت بدري شوية، فنخليها تبدأ مع التكست بالظبط. نيل مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. طبعا ده كده مظبوطة مع التكست. خلينا بقى نكمل الفيديو. مبلغ مجنون، بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده. هنا ممكن نضيف صوت الشطر اللي احنا ضفناه في التكست الأول خالص في الهوك. فهنروح في الأول هنا في الهوك، وهنروح على الساوند افكت بتاع الشطر، وهنضغط دوبليكيت، هناخد منه نسخة تانية وهنسحبه كده للآخر عند التكست بتاع مستر بيست من أول هنا كده. فهظبط بقى توقيت دخوله مع التكست، يعني أول تكست بيظهر من أول هنا، فأخلي الساوند افكت يبدأ مع ظهور التكست، 10 اضعاف الرقم. وهعمل له دوبليكيت عشان التكست التاني ده، واخليه يبدأ مع دخول التكست التاني اللي هي كلمة الرقم ده. فبص كده بقت عاملة ازاي. حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بس بيعمل فيديوهات. كده جامدة قوي. وكده احنا خلصنا الفيديو. انا شرحت لك كل المراحل اللي ممكن تمر بيها في اي فيديو، وده الغرض ان انت تحفظ الكونسبت او المبدأ. ان انا مش عايز احفظك فيديو بعينه او ستايل بعينه، لا انا عايزك تعرف المبدأ اللي انت هتمشي بيه في اي فيديو انت هتعمله. فخلينا بقى نشوف الفيديو النهائي كله. لو سألتك مين بيكسب اكتر، مستر بيست ولا السي او بتاع يوتيوب؟ طبعا انت كده هتقول لي السي او بتاع يوتيوب. انا برضو قلت كده، بس الكلام ده طلع غلط جدا. نيل مهان السي او بتاع يوتيوب بيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في السنه. طبعا ده مبلغ مجنون، بس مستر بيست بقى بيعمل حوالي 10 اضعاف الرقم ده، والفكره ان هو بس بيعمل فيديوهات. وكده احنا خلصنا. ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان في فيديوهات قويه جدا الفتره الجايه، وبرضه ما تنساش لينك الكتاب هتلاقيه في الديسكريبشن.